بس اللي انا عايز افهمه ان انت، يعني انت دخلت معاهم، استثمرت، دفعت فلوس دفعت. انا دخلت دفعت فلوس وما زال ليا فلوس اصلا. طب انت عملت ايه لما شفت ان انت الستايل بتاعك اتاخد؟ ليه ما فين تركاتك؟ ليه ما انتجتش، ما نزلتش، ما عملتش؟ تهديدات، قاعد يهدد بقى ومش عارف ايه وبتاع. يا ابني انا جيت جنبك، انا عارفك اصلا، انا معرفوش. حرقه بقى فاهم، هو اتحرق قوي لما شاف، لما ايه ده ليمبي عند مروان امام، ايه ده فاهم، اتحرق عم فاهم نسيم. الشاب. احنا دايرين تصوير كده، خلاص. مساء الخير. ليمبي، شوقي، مروان امام، صح؟ طيب. احنا عملنا البودكاست ده، الحلقة دي مخصوص عشان نقدر نفهم ايه اللي بيحصل في السين اكتر في مشهد الراب المصري، وخصوصا في حتة الدريل دلوقتي اللي هي بدأت تفايرل اكتر وبقى فيها اعداد وناس بتسمع، والدريل المصري رايح في حتة مختلفة غير زمان، صح؟ بالظبط. لكن في كواليس بقى، احنا عايزين نعرف الكواليس، وانا عن نفسي عندي فضول ان انا اعرف الكواليس، سواء من مروان امام، سواء من ليمبي، ومن شوقي، البيف الجديد اللي انت داخل فيه مع معادي تاون مافيا. وعايز اعرف القصه كلها، بس انا عايز ابدا من مروان، باعتباره ان انت اشتغلت مع معادي تاون مافيا بالظبط. في الكواليس، في البرودكشن، صح؟ وان الليله دي كلها انت يعني يعتبر ان انت بادئ معاهم من الصفر، بالظبط. وهم كانوا في حته وانت حطيتهم في حته تانية. بس قبل ما نبدا الكلام في القصه دي واعرف تفاصيل والناس تعرف والجمهور يعرف، ليه؟ ان هو مهم ان الناس تبقى عارفه الصناعه دي شغاله ازاي، وايه المشاكل اللي فيها، ويحصل ايه في حاله ايه يعني نعرف اكتر عشان ما حدش بعد كده ايه يحصل مع نفس اللقطه. بس احنا هم ليهم حق الرد. بقى اي حد ليه حق الرد في اي شيء هو بيعمله عموما. وانا لما دخلت مع مدعية مافيا، الفكرة كلها بدأت ببيتات. يعني ايه بيتات؟ يعني تراك جايبينه من على الانترنت عادي جدا، بروديوسر من بره. في هنا معاهم اشخاص بيشتغلوا على التراك ده ميكسنج وماستر، بيخلصوا حقوق التراك دوت، التراك بيبقى معاهم. بيبتدي شخص ارتست زي حسين، زي فليكس، زي وينجي، زي الاشخاص اللي معاهم. هو معتبر اللي هو معاهم 7 ارتست او 6 ارتست. انا لغايه دلوقتي يعني، انا بالنسبه لي لما دخلت انفست في حاجه، أنا دخلت عملت ده عشان خاطر انا عجبني ستايل فليكس، كاركتر فليكس عموما بشكل عام. يعني حسين. الكلام ده امتى؟ مثلا بقاله سنتين، سنه ونص لا مثلا؟ انا دخلت معاهم كان مؤخرا. كنا في رمضان اللي فات. قعدنا قعدة ميتنج كده لطيفة جدا في البيت عند الشباب، كنت أول مرة أقعد معاهم أصلا. وقبلها كانوا هم عرضوا عليا إن أنا أدخل انفست معاهم في تراك اسمه مكان أرض. ده كان عند حسين. بس أنا بصراحة الوقت ده الفترة دي يعني كان عندي ضغط شغل. أنا أصلا أنا فعلا برودكشن مانجر، وعيلتي كلها في الصناعة بتاعت السينما عموما. اه. أنا سينمائي أساسا. أنا اسمي مروان إمام، حاصل على البكالوريوس مع دعاية للسينما قسم إنتاج. فأنا راجل سينمائي، بتاع أنا دارس الشغلانه يعني يعني. دارس الشغلانة وفاهمها من وأنا في المعهد في سنة أولى. بنزل أشتغل تريننج، نزلت اشتغلت مساعد إنتاج، نزلت اشتغلت حاجات كتير جدا. آه، تطور بيا الموضوع لأن حبيت دوت، لقيت جيل جديد حابب الراب. يعني أنا عندي في البيت لغاية دلوقتي والدي ووالدتي مش معترفين باللي انا بعمله ده. بس از ان ده جيل جديد انت بتقدمه، الحمد لله انت بتعمل حاجة بيبقى ليها نسبة مشاهدة عالية وبقى ليها جمهور كبير حاجه حاببها في يعني. التطوير اللي انت بتعمله دوت. وبعدين بقى يعني انا لما اتعاملت معاهم اتعاملت على از ان انا عايز اطلع كاركتر جديد. ساعتها كان فليكس موجود، كان ساعتها وحسين فليكس ووينجي موجود، وبقيه وكان الشباب. شياطين ده نزل اصلا. الفيديو بتاع شياطين لما نزل جه الدايركتور خالد ابراهيم. هو ده صديق ليا برضو معايا في المعهد، معهد سينما برضو، بس هو قسم مونتاج. وانا بيبقى بصراحة انا كشخص سينمائي ببقى عندي كده اللي هو حاجة، انت مخرج وايديتنج، انت جامد بصراحة. تمام. بحترم جدا بصراحة ال المخرج اللي هو اصلا ايديتنج.
تخيل بقى انت بتعمل ميوزك فيديوز، فتمام انت شايل من على دماغك حاجات كتير جدا، زائد ان انا بقولك انا وخالد كنا اصدقاء، فاحنا كنا ماشيين الموضوع، انا عندي فكرة هو عنده فكرة. اللوكيشن ده مش متاح معانا النهارده في الميوزك دوت، فمروان يقدر يوفر ايه. المهم جينا اتكلمنا ايه يا شباب عايزين نعمل حاجة مع بعض ويلا بينا، انا جاهز. كان ساعتها بقى كنت لسه مخلص، كنت بعمل مسلسل كله في فندق اصلا، ستوم جانوليا ده كله كان هيبقى في فندق ده اصلا. كنت واخد كده هيلناند دريم اللي هو في طريق الواحات في اكتوبر، كنت بعمل فيه بروجكت كبير جدا، كان معايا الفندق ده 30 يوم. فايه رايكم يا شباب نعمل ستوم جانوليا في الفندق؟ رحنا عملنا معاينات وكل حاجه. كنت الفتره دي ساعتها كان معايا مصطفى الكاشف دي بي، هو مدير تصوير موجود في السوق ويعني يقدر يرد برضه في حق الرد. اي نعم انا كنت قليل الذوق معاه شويه، بس يعني ده بسبب الشباب الصغيرين اللي هم عندهم عدم خبره وعدم كفاءه وعدم تقدير للشخص اللي جاي يطور في صوره او جاي يطور انت كنت في شايف حاجه. فيهم بوتنشال، شايف في الشباب بوتنشال ان الناس دي لو اشتغلت معاهم تقدر تزقهم في حته معينه. بالظبط، ده انا كنت مؤمن بيه جدا بصراحه. دخلت عملت معاهم البروجكت بتاع ستوم جانوليا. طبعا مصطفى الكاشف ساعتها كان عنده معاينات وعنده شغل اصلا بره، فكان حابب اللي هو يأجل الموضوع. حسين طلع ستوريز من قبل، يعني في ستوريز كده طلعت لحسين، هو بيقول فيها اول ما التراك يجيب 100,000 هنعمل فيديو. التراك قعد لغايه 130,000 على اليوتيوب ولسه الفيديو منزلش ولسه الفيديو متعملش. الفيديو بتاع ستوم جانوليا انا عملته بالظبط في 4 ايام. 4 ايام تصوير؟ لا مش 4 ايام تصوير، هو 4 ايام كان البروجكت جاهز وخلصان ايديتنج وكالرينج تمام. انت عارف لما بتبقى محضر فكرة حاجة او محضر ريفرنس لحاجة عايز تعملها، انت خلاص انت عارف هنا قطتك ايه، مشاهدك ايه، تفاصيلك ايه. رحنا حجزنا استوديو مصر، ده انا اللي جايبه، ده في الهرم عموما. استوديو مصر انت اللي جايبه؟ بمعنى انت اللي دافع التكاليف يعني ولا لا انا ولا انتوا كلكم مع بعض؟ بص اقول لك بصراحه، ده مكان يعني طلع من تحت ايده اجيال كتير جدا، وطلع من تحت ايده فنانين كبار جدا، والمكان هو سينماتيك، انت بتعمل حاجه كده دراما بسينما في نفس الوقت. انا عارف استوديو في مصر. فيجوالز كده، يعني عايز اقول لك لقطه الطفل بفليكس اصلا في جوه الفيديو دوت، من اول السين بتاع فليكس كله، مش قبل في كده سين في طفل الطفل اللي بيمشي. كل اللي حصل ده واصلا ممنوع تصور هناك فانا دخلنا صورنا السين ده هناك في الممر دوت. هو كفيجوالز مكان سبوتايه كده حاجه غريبه، ومكان لاقي برضو على فليكس بتاع. دخلت اتكلمت مع خالد في الموضوع، ايه رايك اللوكيشنز دوت؟ قال لي تمام. نزلنا عملنا معاينه اصلا، يعني انا بحب دايما قبل ما ابدا اي بروجكت يبقى في معاينه مع الدايركتور، عشان خاطر احنا خلاص احنا داخلين نصور خلاص، عشان تعرف تصور ايه طبيعي يعني، اعرف اصور ايه، التايم بتاعي، تفاصيلي. الميوزك فيديو ده ياخد معايا 4 ساعات، ده ياخد مني 10 ساعات، الشوت ده ممكن ياخد ساعة. انت احيانا في عندك مشاهد بتبقى اكشن، بيبقى في عندك حاجات بتبقى تحضيرها اصلا لوقت معين، ده حاجات الناس اصلا مش عارفاها. طيب بس انا عارف التفاصيل، يعني انا فاهم الكلام ده، بس اللي انا عايز افهمه ان انت يعني انت دخلت معاهم، استثمرت، دفعت فلوس انا دخلت دفعت فلوس وما زال ليا فلوس اصلا، وكان المفروض المقابل ان هم يعني يعملوا ايه؟ احكي لك التفاصيل برضو. انا برضو مش عايز اتكلم في التفاصيل ديت، ما هي المشكله في التفاصيل، ما هي المشكله كلها في التفاصيل. هي الفكره كلها في حاجه، يعني انا برضو عايز بدون قطع كلامك، يعني من ضمن التفاصيل اللي انا عرفتها قبل التصوير ان الليمبي انت كنت المفروض اصلا انت رايح لهم، او انتوا هم كلموك زمان ان انت المفروض يعني هم بدلوك بفليكس او حاجه زي كده، او انت اصلا يعني او انت هم اللي بنوا عليك الشخصيه. الشخص ده بالظبط هو اصلا الشخص ده فانا عايز افهم برضو النقطه دي، وعايز ارجع لك تاني
بس عشان النقطة دي انا يعني عندي نقطة معلومة بيها الليمبي. برضو من لما انا كنت موجود جوه. هو ليمبي هو كاركتر فليكس. هم نحتينه. انا ما كنتش اعرف دوت لما المشكلة حصلت. ابتدت الشباب بتشير بتقول ليس لنا علاقة بمدير الانتاج مروان امام. هو انا مش مدير انتاج، ده مبدئيا. انا دخلت معاك، مفيش مدير انتاج بيجي يشتغل على بروجكت مع الشباب لسه ما عندهمش خبرة في الشغلانة، لسه ما عندهمش كفاءة في الشغلانة، لسه مش ملمين بالدنيا اصلا عاملة ازاي. محدش فيهم عارف يعني ايه برودكشنز، فاهم؟ تمام، بس انت وافقت تخش معاهم. انا وافقت وقبلت بدوت لان انا كنت عايز اطلع ده. انت جاي في وقت انت عايز تعمل حاجه. ليه؟ لان انا قبل كده كنت عامل كذا ميوزك فيديوز مع كذا ارتست. كان في حاجات بتنزل، في حاجات بتتكنسل، في حاجات طبيعي السين كله بتتاجل. كده، الناس بتنتج فيديوهات وفي الاخر ما بالظبط، بتنزلش، انا قاعد تعمل انا وانت تراكات وفي اهو الاخر ما دلوقتي بتنزلش. وفي بروجكت اتكنسل وفي بروجكت بيتصور اصلا. انت فاهم قصدي؟ بس هي الفكره كلها ان انت لما بتبقى داخل بتنفست في حاجه او بتطلع من جيبك كاش عشان خاطر تعمل حاجه معينه تطلع بيها الارتست دوت، بيبقى فيه اتفاق. الفكره كلها انا اللي عرفني على الشباب دي برضو، يعني انا عايز اتكلم في النقطه دي ولين بيدخل بقى يتكلم. اه، عشان عايز افهم النقطه بتاعت ليمبي. انا يعني النهارده دي قاعده يعني من اه، احسن نفهم قعدة ايه في اللي حياتي بيحصل. الصراحه. مم. حابب اتكلم يعني. انا خالد ابراهيم ده دايركتور. ده صديق. من المعهد دي، دي احنا عارفينها. هو صديق المانجر ارتست بتاع الليبل اللي هم عاملينها اللي هي معادي تقوم مافيا، وهو مؤسس معاهم. يعني ايه مؤسس معاهم؟ يعني هم دلوقتي بينزلوا يأجروا كاميرا عدستين، يلا هنعمل فيديو يا شباب. خالد ابراهيم كان بياخد الكاش بتاعه من الارباح اللي على الفيديو. ارباح اليوتيوب. بالظبط، قاس بقى ان هي 5% 10% على حسب الاتفاق اللي بيبقى ما بينهم. انا لما دخلت انفست مين معايا، انا كمروان امام راجل صانع في الحته دي، انا اتقال لي في 35% يا مروان، وفي عقد معايا وانا ماضيه وامان وما تقلقش يا مروان امام واحنا مع بعض. تمام، يلا بينا. دخلنا عملنا 2 ميوزك فيديوز، ستوم ماجانوليا وخمسة تراك. خمسة دوت يعني حرفيا هو ده كان ماي بيبي. يعني ايه ماي بيبي؟ يعني انت بتعمل حاجه معاك وينجي ومعاك فليكس، شباب جداد، الموضوع ظريف، التراكات قشطه تمام بتتسمع. في كان ساعتها نازل لوينجي التراك بتاع اجنة الفتره دي برضو قشطه. انا عجبني الكاركتر بتاع الولد اللي هو جامد، يلا نعمل بيك حاجه. مره واحده عرفت ان اصلا ان وينجي عنده بروجكت متكنسل من ناس تانية. اتفرجت على البروجكت، هو حاجه ارتست ولايق على المود بتاع التراك. التراك اسمه دراما، هو موجود عنده عامة. ده اتعمل له ميوزك فيديوز من حد في الصناعة برضو، وموجود معانا، هو دايركتور بس انا مش عايز اذكر اسماء حد. هو يشوفنا ممكن يرد وممكن ما يردش، ليه برضو الحق في دوت هدي. انا عجبني بجد الفيديو. مش شرط يا شباب تبقى كل حاجة دريل وجانج وعربيات هم عايزين يتجهوا، ما هنا بقى استنى ثانيه واحده. ما هنا بقى هم عايزين يتجهوا الاتجاه ده، وهنا هيجي دور ليمبي. يعني احنا عايزين نفهم القصه. هو المفروض نقدر نقول الكور بتاع المركز بتاع الليله دي كلها. ازاي بقى؟ دي انا عايز افهمها. بص انا هحكي لك من الاول. هو كانت بدايتي مع طاوم مافيا ان انا اتعرفت على كان شاب امزي هو اللي واخدني هناك. كان هو اول ارتست موجود في الريكورد. مين؟ كان امزي غير حسين، فاهم؟ فانا رحت وبتاع الشباب قعدوا معايا اتكلموا، فهموا يعني وريتهم جزء من الحاجات اللي انا بلعبها. بس انا قلت له مش ده بس اللي انا بلعبه، انا دايس في اي حاجه، فاهم؟ اي الجنرا بتيجي بتعجبني بس بدوس، فاهم؟ مش فارقه عندي الجنرا دي ايه او كانت ايه ايا كان، فاهم؟ فهو كان لسه اليوكي طالع، ما كانش حد عمله في مصر. حرفيا ما كانش حد عمله في مصر. الكلام ده كان من سكه 3 سنين مثلا، فاهمني؟ فهو جه قال لي يا لمبي فكك من الستايلات اللي انت بتعملها دي، في ستايلات تانية عايزين نحطك فيها. قلت له ستايلات زي ايه؟ فاهم؟ كان اليوم ده بيكلمني فون، قال لي يعني مثلا في لون اسمه يوكي دريل انا عايزك تعمله، خش اسمع اللون ده. قلت له يوكي دريل؟ عايز اسمع اللون ده؟ استنى خليك معايا. اتفتح بروجكت سمعه، تراك عجبه قوي وقال لي ايه ده يا مان، انت من اجمد الناس اللي شفتها، انت اول واحد يعمل اللون ده، انا متوقعتش اصلا ان انت تكون عارف اللون ده.
فاهم. فمن هنا ابتدينا بقى فاهم. جه حسين سمع لي كذا تراك دريل عجبه فاهم، عجبه اللون، قال لي انت مفيش حد عمل كده خالص في مصر او في الوطن العربي. ساعتها ما كانش في حد فعلا دريل، ما كانش اتلعب. فبس بدأنا من هنا فاهم. وبعدين وبعدين جابوا الشاب بقى فاهم، حصلت تاتشات في حاجات كتير. فابتديت ان انا ايه فاهم. حصل يعني ايه الخلافات اللي حصلت بينك وبين الريكورد نفسه، الريكورد ليبل نفسه اللي هو معادي تاون؟ الخلافات كانت بسبب شاب اسمه توكا. توكا ده كان منهم هم كلهم عامة يعني صحاب من هم صغيرين، صحاب من هم صغيرين بره عن المزيكا بقى، بره عن اي حاجة فاهم. فانا الشاب ده كان جدع معايا، الشاب ده كان كويس معايا. هذا سمعت اسمه الشاب ده توكا ده كان معاهم مكان زمان. ارض لما اتعرض عليا ان انا اروح اساعد معاهم في البروجكت ده. يعني توكا اصلا شال الشباب دي، الشاب ده بجد وسمعت كان تراكات منهم. ليك برضو على فكره. ليمبي على فكره معاه تراكات بالاستنباد بتاعتها بكل معاهم حاجه هم. من A to Z مع ليمبي. تراك ما بينه وبين حسين، يعني انا عايز اقول لك في الفتره دي هو ليمبي كان ريكويست طبعا يعني قشطه جامد يتسمع. ما مش سيء عشان خاطر تقولوا له لا. ليه تقول له لا اصلا؟ بيقول لك لا على ايه؟ اللي هو لا هو ما ما قالوش تنزلش. لا هو قال له لا انا مش الشخص عايزك، ده مش عايزين يبقى في شغل ما بينك وما بين توكا. يعني هو هيحكي لك المشكله يعني. انا هحكي لك. لسه هو معرفش. فتوكا ده كان كويس معانا في لقطات كتير، فهم حصل ما بينهم مشكله ونطروا توكا. كش. انت مش معانا على الهوا فاهم، اللي هو انت مش معانا، مش هتبقى زينا، اللي هو ايه دماغك مش شغاله زينا، لان الشباب دي دماغها شغال بسيستم كده، بكيس كده انا قاطع عليه فاهم. فانا برضو لقيت ان دماغي مش هتمشي في الاسلوب ده معاهم فاهم، لان هم كانوا عايزيني ما تروحش عن توكا تاني، والشاب ده لا خلاص ده بره الريكورد، انت تقطع علاقتك بيه فاهم. فانا الكلام ما جاش على هوايا، وكان في لقطات بقى تانية بتحصل ان نفس اللي حصل معايا البروديوسر برضو. فاهم، اللي هو انت ما تعملش فلاني كده، انت تعامل فلاني كده، اللي هو انت مثلا انت كارتست ما تعملش البروديوسر ده بالطريقه دي، انت المفروض ارتست انت لا تكبر عليه، ما تردش عليه اصلا فاهم حاجه. فشغل من ده، فانا ما حبيتش الجو ده بصراحه فاهم، ولقيت نفسي مش هاكل معاهم في الحته دي، اللي هو الشباب جايه في كان ساعتها مين موجود في الريكورد اصلا؟ مين موجود في المعادي تاون؟ الارتست الموجودين مين؟ كان ساعتها كان في امزي، وكان حسين كده كده، وكان لسه فليكس جاي، وكان لسه وينج جاي، وكان برودوسر كان هيرو، وكان كي او، كان في كذا شاب يعني معانا. كان لسه حسين، كان لسه قصدي فليكس وونجي لسه داخلين يعني. فليكس كان لسه داخل. كان هما اصلا الفتره دي قبلها لما المشكله حصلت يعني، وكذا حد من السين جه كلمني، اكتشفت ان الشباب انا كنت معاهم هم عندهم مشاكل مع كذا ارتست اصلا بره. ده اساسا يعني. ديجيتوتي مثلا عاملين معاهم مشكله بسبب تراك بنك. في كده مشاكل معاهم بره ما تفهمش يعني. هو بص، انا ما عنديش مشكله يعني ان الناس اللي عندها مشاكل مع ارتست تاني، ده ما فيش مشكله. ده وجه راب. سوق ده راب. يعني، يعني مش كراب جيم وبس. يعني مش فكره جيم. لكن هي فكره اللي انا بتكلم فيها، واللي انا عايز افهمها، واللي انا نفسي ان الناس يبقى في شفافيه اكتر. اللي هو اما تيجي ناس تشتغل معاك لازم يبقى الموضوع واضح. انا دخلت بقول لك انا راجل سينماتيك جدا، سينمائي خريج معهد السينما قسم انتاج، داخل بعمل بروجكت لشخصين معينين وخارج مقابل دوت الفلوس بتاعتي هاخدها لما الموضوع يجيب فلوس. احنا عايز اقول لك هو حرفيا احنا عملنا ستوب. احنا متوقع له مليون قدام سنة قدام اصلا. ده مليون مرة واحدة. التوفيق جه من عند ربنا. انت عملت حاجة محترمة مش اكتر. ده توفيق جالك من عند ربنا، حافظ بقى على دوت. ليه بقى ليس له علاقة بمدير انتاج. مفيش عقود؟ ها؟ لا ليه مفيش عقود؟ مفيش عقود عشان خاطر هو مفيش ورق معاهم بيثبت ان هم الفترة اللي انا كنت شغال معاهم فيها ما كانش فيه اصلا. ما كانش فيه عقود بجد. مديهم على ايه؟ ولا معاهم سجل تجاري ولا ضريبي ولا معاهم ولا في مقر. احنا كنا بنتقابل دايما في جنينة، يا اما في شقة في المعادي تعملوا برضه. يعني ايه تعملوا في اه الجنينة؟ والله جنينة. حرفيا اقسم بالله. اللي هو يعني ده انا داخل المفروض قشطة انا هدخل بقى استوديو هسمع حاجة بتاع. لا انا داخل في جنينة في الشباب قاعدة ملهاش علاقة بالسين اصلا، مفيش غير ارتست والمانجر بتاعه والباقي اصحابهم. طيب قشطة اصحابهم دول اصلا يعني هم اصحابي كده كده يعني احنا كده كده
انا ساكن جنب المعادي على طول، انا ساكن في بستين دي جنب المعادي. ف هما الاتنين يعني زي مدينة نصر ومصر الجديدة كده 10 دقايق بتبقى هناك. انا الموضوع ده كان خفيف جدا على قلبي، قشطة الشباب موجودين جنبي دايما، يلا بينا نشتغل. طب معلش، بس انت قررت تنفست مع الناس دي من غير عقود، بالظبط. بناء على ايه؟ بناء على يعني ضامن أنا ازاي ان انت أقول ليك لك 35% او والله 30 جاي او لك 10 جاي لك اقول لك. انا وخالد ابراهيم زي ما بقول لك احنا اصحاب من المعهد اصلا من زمان، عملنا مع بعض كذا حاجه، في حاجات طلعت ترند برضو، في حاجات ما فاذا في ثقه مشيتش. بينك وبين خالد في ابراهيم. ثقه كبيره جدا 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 جدا، يعني فوق ما تتخيل. ده صاحبي واشتغل معاهم بتاع 12 ميوزك فيديوز اصلا، فاهم؟ التيم ده كله كان بيتحرك، انا دخلت عليهم يلا نعمل حاجة. طالما هتعمل حاجة محترمة فانت بتصرف. يعني ايه بتصرف؟ انت بتنفست عشان خاطر تخلي الصوت مع الصورة في حاجة بتحصل، في حاجة كويسة. وبعدين زي ما نبي قال برضو دي حاجة دريل قشطة لسه مش واكلة، اللي واكل كله الراب والشعبي قشطة. انا برضو بشتغل مع كذا ارتست شعبي ما هو برضو. الدريل ما كانش واكل في مصر عشان كان بيتعمل بالطريقه الاجنبي. بالظبط. وهنا هيرجعنا لنقطه، ما انا ليه بس يعني او كمان نيو ارتست وفيتشرز، ايه ده اللي اه بيحصل ده، فاهم؟ بالظبط هو ده والطريقه اللي بيرابوا بيها والاتيتيود بتاعهم والحاجات دي كلها اللي هي رجعنا لنقطه الليمبي اللي هو ال20. انا اكتشفت اصلا يعني انا بصيت لقيت ان الخطه اللي كانت محطوطه لي هي نفس الخطه اللي محطوطه لي، فاهم؟ ده بعد ما جه بنفس حالة الشعر. بنفس حالة الشعر، بنفس كل حاجة، بالسبيت، بالاتيتيود، فاهم؟ بطريقة الليركس بتاعتي، بكل حاجة، فاهم؟ انا برضو ايه قطعت وداني، فاهم الكلام ده؟ لو انت ما عندكش غير دي فانت هتسأل فيها، انما انا يعني بلعب كذا حاجة، يعني عندي كذا كاركتر، كذا طبقة صوت، فبعرف اغير، فاهم؟ فانا جيت قطعت ودني، قلت بص كده كده هو عارف مين الاصلي، وكده كده الاصلي بتبان. مين اللي عارف؟ يعني ايه مين اللي عارف؟ هو ما بينه وما بين نفسه بقى، فاهم؟ امم يعني هم ما بينهم وما بين نفسهم عارفين برضو ليمبي ايه، فاهم؟ تمام. فاهمني؟ فانا جيت قطعت ودني وقلت لا انا مش عايز اعمل مشاكل. حتى جه ساعتها شوقي، فاهم؟ كانت بدايه المشاكل، فانا كنت بعيد، انا بعيد عن المشاكل، وهم كانوا بيحاولوا يحطوني في المشاكل باي منظر. ازاي تسالني؟ ازاي مثلا؟ اقول لك مثلا يعني انا كنت لا بيا ولا عليا وقاطع ودني وقلت خلاص بقى، فاهم؟ الشباب دي انا مش فارقه معايا بحاجه، فاهم؟ وقعدت فتره ومش هنزل بقى ومش هعمل ومش هعمل ومش هعمل. لقيت الشاب بيكلمني، يبعت لي فيديو لشوقي بيراب فيه، فاهم؟ لا بس بيقول ده لي حصل بعدين، يعني ده هو اصلا ده حاجه لسه مؤخرا. ده لسه ده بعد ما هو بقى ده بعد ما سابهم سبت وبتاع بقى وفاهم قطعت والواد ودني، حلقوا له نفس الحلقه ونزل وبقى فاهم؟ بعديها كل ده بقى. كل ده ما همنيش، يعني قلت خلاص بقى، فاهم؟ مش فارقه. طب انت اصلا لما شفت ان فليكس نازل المفروض ان هو ده كان الستايل بتاعك والحاجات بتاعتك والبرسونا بتاعتك والحاجات دي كلها، وان هم اتاخدت منك واتعملت لحد تاني، عملت ايه؟ يعني ليه ما اتكلمتش معاهم او ليه يعني؟ كلمت اقسم بالله يوميها، قمت قايل له كده، كان لسه الفيديو بتاعه اللي هو بتاع اخر فيديو اللي هو اول فيديو نزل ده، اسمه ايه؟ اني واحد اول فيديو نزل عند ريفليكس. كان شاتي. ايوه هو ده نزل. فجيت كده انا بتفرج عليه كده بالليل، ايه ده؟ هو ده ليمبي؟ انت اوريدي كنت هو عارف ليمبي ليه؟ جايب، اقسم بالله كده، ايه ده؟ هو ده ليمبي؟ كنت بتكلم الليمبي، يا ليمبي الف مبروك وبتاع ومش عارف ايه. قال لي يا اسطى ده مش انا، ده واحد اسمه تيت تيت، انت فاهم؟ اسمه فليكس وبتاع مش عارف ايه وبتاع، اسمه فليكس وبتاع مش عارف ايه. قلت له يا ابني ده نفس الحلقه ونفس كل حاجه. قال لي اه شو، اقسم بالله هو ده اللي حصل وده اللي. قلت له يا ابني طب كده حرام عليك نفسك، انت في ايه يعني؟ انت ما تتكلم معاهم. قال لي لا يا اسطى انا ما بحبش المشاكل ومش عارف ايه وايه وحصل. انا قلت برضو، فاهم يعني؟ الله خلاص انا ما بحبش المشاكل، انا هو قلت قال لي مش كده. فارقه، فاهم؟ واحنا في الاول والاخر كلنا عيش وملح، فانا كنت مقدر حته، لقيتهم اصلا هم الشباب مش باصين لها. ايوه انت ايوه، فاهم؟ مفيش عندهم سيستم ان انت تحافظ على عيش وملح، او ان انت وكده كده، تحافظ وانت على خلي بالك إن عارف انت لو شخص انت طور لو لك انت في في حاجه. حوارات، مفيش لو انت في حوارات ما بينك وانت طالع حلو، هم هيخلوك وحش، وده اللي حصل معايا. فانا طالما انا متشاف وحش، انا هخليكوا، انا هوريكوا انا ازاي ابقى وحش بقى بجد. بس طالع وحش قدام مين؟ ان في المشهد ما حدش يعرف ليمبي غير قليل. وسطيهم وسطيهم. هو طالع وحش فاهم؟ طب وسط اقول لك المجموعة، اقول لك أنا فاهم. انا هوصل لك المثال ده حصل معايا فعلا.
انا لما جه هم شيروا وقالوا ان انا راجل مدير انتاج ومش عارفه ايه، اما عملوا ستوري عليك. انا نمت آه، صحيت عملوا كده انا نمت كلهم. صحيت لقيت في ستوريز. هل انت اللي بدات موضوع الستوري لا ده؟ لا 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 نهائي نهائي. انا نايم. كنت كلمت حد عشان هم يعملوا أنا ده يعني؟ هحكي ده لك. رد فعل ولا فعل؟ احكي لك. انا فلوس ستوب. بس خلي بالك احنا ما كملناش النقطه بتاعت ان انت قررت ان انت تستثمر معاهم وانت عارف ان مفيش عقد، لكن انت وثقت في صاحبك. هو طبعا خالد ابراهيم ليه برضه حق الرد. صاحبي عشان خلاص حتى هو مش صاحبي دلوقتي. صح. بص، هي الفكره كلها في حاجه. انا لما عملت دوت بناء ان كاليس جنريشن دي شركه انتاج، دي يعني هو ليها كذا حد، فيها كذا حد دخل انفست فيها في تعب بمجهود بوقت بفلوس. تمام يعني تمام فلوس. الشركه دي اول ما عملت كانت عامله تراك كده لارتست برضه في الصين، موسكو. كان تراك قداس. العربيه اللي موجوده، البنت اللي موجوده، الدي بي اللي موجود، المعدات اللي موجوده، اللوكيشنز اللي موجوده، كل اللي جايب الحاجات دي كلها شخص اسمه محمد شريف. ده صديق برضو ليا انا وخالد. كنا عاملين كارت جنريشن ديت انا وخالد ابراهيم ومحمد شريف. يعني شركه جيرشن ده كنتوا انتوا الثلاثه يعني؟ انا وخالد ومحمد شريف. بس انا ما كنتش معاهم ايام موسكو، كنت لسه عندي بروجكت كبيره. كنت ساعتها اول حاجه اخدها هيد اوف برودكشنز، كان مسلسل. وكنت في سنه ثالثه معهد او فانت جيت على هيد اوف رابعة. على شركه جنريشن دي اللي اوريدي شباب عاملينها، ودخلت اشتركت معاهم فيها بالظبط. وكنت عارف ان في ميوزك فيديوز بتصور وتعالى. حلو بقى تمام. بعد كده انت الشركه دي قررت تتعامل مع معادي تاون مافيا. مع معادي تاون مافيا. محمد شريف دخل حضر الشباب ايام بروجكت الشياطين، وبعد كده هو انسحب عشان خاطر هو عارف الشباب دي ايه بجد على فكره. يعني برضه هو انسحب. اه فجنريشن كده مش موجوده، بيتعامل هم افراد بقى اللي هو خالد ابراهيم. انا دلوقتي جيت بقى بعد محمد شريف ساب الشركه، وخالد وانا سيبنا الشركه. جينا بعد سنتين اللي هي السنه دي مؤخرا. حتى انت لو كتبت على الماب كاليس جنريشن هيجيب لك مكان في المعادي جنب في شارع الجزائر تقريبا. تمام مش مشكله اللوكيشن. هي موجوده اصلا، بس هي دلوقتي مش بتاعت حد. ولا انت كتبت على الماب كاليس جنريشن يعني هي موجوده والناس طلعت لا، منها. واحد اسمه عم احمد ممكن يفتح لك. مين كاليس ده يا ابني؟ انا ما اعرفش حد. انت فاهم. فاحنا رحنا عملنا الشركه دي. تمام. محمد شريف ما كانش موجود معانا، كنت انا وخالد بس. خلاص قررتوا تتعاملوا مع معادي تاون مافيا. يلا يا خالد نعمل الورق هنعمله انا وخالد ومعادي تاون مافيا. ما بينكم؟ ما بيننا احنا الاثنين. في شهر 2 اللي فات. شهر 2 لسه هيجي. شهر 2 اللي هيجي 23 بعد ما اشتغلتوا شهر 2. هو ده اتفاق، لان الشباب كلهم معظمهم عندهم جيش. يعني هم كذا حد عامل معادي تاون مافيا، مش شخص واحد، هم 4 اشخاص. انا اعرف ان حسين منهم بس انا ما اعرفش الباقي. بص هم مش 4، هم 5 تقريبا. بص هو دودي لو محمد هشام رؤوف ده شخص اصلا يعني انا مش عارف اقول عليه ايه. بس ما علينا يعني مش عايزين نغلط في حد، ولا عايزين نطلع شات اصلا، ولا عايزين نتكلم بيزنس، ما نتكلمش رسائل تهديد، ولا عايزين نقول اي حاجه. التهديد ده حصل مع كله. احنا بنتكلم بيزنس. ليه بنتكلم بيزنس؟ عشان الشفافيه، عشان اي ارتست عايز يتعامل مع اي شركه، او ارتست يتعامل مع ارتست، او بروديوسر مع ارتست، او منتجين او مخرجين او كذا. هو الموضوع في الاول في الاخر بيزنس. هو بيزنس كده. فلازم يبقى فيه عقود، لازم يبقى فيه شفافيه، لازم يبقى يعني الموضوع مش كلمه وبس. انا في احيانا ارتست بيجولي احنا مش عايزين اصلا ارباح، بس عايزين نعمل فيديو محترم. بنزل وبسبورت معاهم وبساعدهم وما باخدش منهم فلوس اصلا. طب مين الخمسه اللي معادي تاون مافيا؟ مين قلنا هشام رؤوف، في يحيى، في منعم اللي هو احمد الرملي، في حسين. تمام. بتتكلم على الناس اللي المؤسسين، الناس الاساسيه اللي في الشركه بتاعي، هم اللي عاملينها. يعني هم 4 أو 5. هم 4 دودي ويحيى وحسين. تمام. فهم دول المؤسسين. وخالد ابراهيم حاليا مؤخرا بقى خالد ابراهيم، بس قبليها ما كانش كده. فقررتوا تتعاملوا معاهم. فقررنا نتعامل معاهم. الفكره كلها ان انا يعني يوم ستوب احيانا انت لما بتيجي تعمل بروجكت الارتست او لشركه انتاج ان انت بروديوسر على الموضوع،
فانت الطبيعي اليوم بتاع الفيديو لما بينزل بتلاقي منشنز وبتلاقي تاجات وبتلاقي كل حاجه. انا لقيت الشباب بتكلمني انت ما تعملش منشن لكاليج جنريشن، فسكت كده هو في ايه؟ طب ايه اللي بيحصل؟ بس الكلام ده كان لما لوجان نزل. احنا عملنا بعدها لوجان، يعني احنا عملنا ستوب ماجنوليا و5 في يوم واحد، وتراك لوجان اتعمل. وبعد كده انا من بعد تراك لوجان دوت انا مره واحده في حاجه مش تمام بتحصل. انا معاد فلوسي يوم واحد، دي فلوس كاشات، انا نزلت وفرت لك يوم تصوير بمعدات، ناس نازله من بيتها جايه اليوم هتاخد فلوس كاشات كده، مش مأجلين لحد فلوس. حتى كان في المعدات بتاعه الاضاءه والكاميرات كنا مبقين لها جزء وموفرين جزء يوم التصوير. دي بتاعتي بناء على ايه؟ بناء ان اليوم ممكن يدور مثلا ب20,000 جنيه مثلا، ماشي، ده مثال. فانت معكش غير 5، هتصور ازاي؟ يعني هو حرفيا فيديو لوجان هم كان معاهم 5000 جنيه. تمام، يلا لازم نصور عشان خاطر فليكس عنده حفلات وعنده تفاصيل كتير جدا. كان ساعتها مسرح الزمالك لسه مكلمهم، كان في ناس في الساحل مكلمينهم، فاحنا لازم ننزل فيديو بألبوم لفليكس عشان يقدر يغنيه قدام الناس. مش هينفع يغني 4 تراكات، هو كان ساعتها عامل شياطين وخط وتراكين تانيين، فهو كان نازل ب4 تراكات مع شياطين اصلا. فصباح الفل هيطلع يقول ايه؟ هيطلع يغني ربع ساعه وينزل؟ مش طبيعي، مفيش حد هيدفع كده برضه. فانت كان لازم تنزل فيديوز، الفيديوز دوت مع الالبوم دوت الناس بتشوفه عشان خاطر هتروح تسمعه في الحفله اللي دفع اوريدي فيها فلوس. ما فيش حد طبيعي هيروح. طبيعي. فانت البادجت اللي موجود 5000، البادجت الموجوده 5000 جنيه. تمام، نزلنا على اساس ان احنا هنصور. انا جبت من يعني فلوس بتاعتي انا شخصيا، بتاعتي انا اديتها لدودي دوت في ايده كده فور كاش، من غير ايصال امانه، من غير ما اوديها على اي حاجه. على الله كده. مش قصه على الله، انا مش شخص على الله. هي الفكره كلها دي اشخاص بتتعامل مع شخص موثوق فيها اللي هو صاحبي. بقول لك 7 سنين داخلين بيت بعض، عارفين بعض. ما تخيلش ده يحصل. انا ما كنتش بقول لك انا نمت صحيت لقيت في ستوريز ليس لنا علاقه بمروان امام. انت يا باشا دلوقتي ما ينفعش اصلا تبعت الاكونت بتاع حد انت اصلا عامل معاه مشكله او في ما بينكم خلافات على التليجرام ولا على الواتساب، الاقي او حرفيا اطفال 12 سنه 13 سنه ناس بتشير لي معادي تاون مافيا ليس لها علاقه بمروان امام مدير الانتاج. حبيبي انت بتعمل ده بناء على ايه؟ يعني انت بتعمل ده بناء على ايه؟ ناس اصلا يعني ما انت في يوم وليله اعرفهاش. بعد ما عملت انفست معاه، معلش عشان نرجع بس عشان ماشي، ما ده بعد نرجع لوجان. للحته بتاعت لوجان. تمام، في فلوس هتدفع يوم واحد، ماشي، يوم واحد في الشهر، عشان تصوروا بعد شهر اصلا من التصوير بعد شهر من التصوير. في فلوس بقى تيجي يوم يعني واحد. انت تحملت اللي تكلفه أنا ان انتوا اتحملت تصوروا تكلفة. 3 كليبات اليوم ده، بالظبط مش المؤسسين بتوع معادي تاون. معادي تاون مافيا كانت دافعه لي 5000 جنيه في فيديو لوجان، والكلام ده اقوله قدام اي حد. حرفيا لوجان اتعمل بكام؟ طيب يا جماعه انا هقول لكم سر الشغلانه. هو لوجان اتعمل ب 14000 جنيه بالمكن بقى، بالتفاصيل دي كلها انا كنت موفر تصريح خارجي بتاعي انا بتاعي حلو، انا ده كشخص. 14000 جنيه كليب. عملنا ستوب ماجنوليا وخمسة ثواني بس، انت 14 اليوم 12 14000 ده اليوم وانت مصور 3 كليبات لليوم في يوم واحد، ده لوجان بس. لوجان بس. وكنا متفقين ان احنا هنقفل بقية الدقيقة بتاعت 5 اللي احنا اصلا مصورينها يوم ستوب، اللي هو 2 ميوزك فيديوز ب 12000 جنيه اصلا. مفيش حد هيعمل كده اساسا. وكل ده انت اللي دافع وهم دافعين جزء منه، هو في يوم ستوب ماجنوليا هم دافعين 7000 وانت دافع الباقي. اللي هو از ستوب و5 اللي انا متفق عليهم. انا نازل من بيتنا الساعة 6 الصبح، كان يوم جمعة، رايح استوديو مصر هقعد فيه لغاية الساعة 10 بالليل تاني يوم. تمام، عشان اطلع 2 ميوزك فيديوز. فانا داخل لك بانفست معاك في 2 بروجكت، فانت فاهم يعني ايه 2 بروجكت طبعا. تمام، الارباح بتاعت التفاصيل ديت كلها في 35% من الفيديوهات اللي كاليز جنريشن بتقدمها، اللي هو انا وخالد. كل ده ابو ايه برضو، مفيش عقود ما بيننا. حتى الورق قال لك الورق ده شهر 2 لما
قدام شويه هنعمل كده، يكون الشباب خلصت جيشها وتفاصيلها وتمام. تمام، ما عنديش مشكله. انا اصلا لسه كنت في الجيش السنه اللي فاتت، فانا عارف يعني ايه حياه شخص في الجيش، وعارف يعني ايه انت مش بتكون حمل ان انت تاخد حاجه فوق خطوات طاقتك. تانية وكده بالظبط. فتمام انا فكان منتظر. المفروض في 35% نسبة من الأرباح ده بو على ايه؟ لوجان وإيه تاني؟ على لوجان وستوب وخمسة، أوكي، على 3 تراكات. 3 فيديوهات، زائد ان انا اصلا دافع فلوس. بقول لك المفروض اخدها اول الشهر اللي هي بتاعت لوجان. تاخدها أول شهر يعني إيه؟ يعني احنا يعني ادفع صورنا دلوقتي وإحنا هنديك الفلوس دي؟ على، هتدفع دلوقتي، هتدفع الدوار اليوم التصوير دوت من معاك من جيبك. بس انا يعني انا بقول لك الموضوع كان واصل لثقه ان انا اديتهم الفلوس ديت، طلعتها من جيبي كده، اتفضل انا مش عايز ولا منك ولا وصل امانه ولا عايزك تمديلي على حاجه. قشطه يا عم، احنا ثقه. وهم الشباب محترمين ولاد ناس، يعني مش شباب برضو ان هم عبق وبلطجيه وبتاع. فكك من الشغل لا لا لا، هم لا مش حقيقي، عادي يا شيخ. مش حقيقي. انت فاهم؟ هو الشغل ده مش موجود. هنيجي بقى للنقطة دي. شباب محترمين جدا ولاد ناس جدا، كل ده انا كنت شايفه. فأنت فبناء على كنت كده انت بتتعامل. بتتعامل بتدفع فلوس دلوقتي انا اسف عشان يعني، انا لو تنتج. لقيت الموضوع عوق وجنجات ومافيا وموز بيطلع من بقه والجو دوت، لا إيه اللي مفيش جاب- ده في مصر. مفيش الكلام دوت احنا اصلا. عارفين ان ده مفيش في بالظبط، مصر. فاهم. فانا ايه اللي يجبرني ان انا اصلا اديك فلوس من غير ما اوديك عليها؟ انا برضو مش شخص غبي للدرجه، فاهم. بعدين انا اللي استفدته من الموضوع ده كله، انا دفعت فلوس قليله جدا، دي بالنسبه لي عادي يعني، قشطه، يعني صباح الفل عادي يعني، مش حوار. بس انتوا ليه عملتوا كده معايا؟ يعني انا ايوه ليه بقى؟ يعني انا ليه نفسي صحيت انت افهم لقيت فيه بقى ستوري عليك ليه ومحدش بقى. يتعامل مع اقول لك مروان بقى انا امام؟ ليه يا معلم، اقول لك انا ليه. بص، احيانا الشخص احنا مش عايزين انسانيات، لا انا اقول لك احيانا الشخص احنا بجد عايزين هو مش بيزنس. انسانيات بجد. انت يعني مره واحده جالك شركه انتاج بتقول لك انا هديك فلوس على 2 ميوزك فيديوز تحط اسمي عليهم، فانت برضو هتعمل ايه ساعتها؟ انا لازم مروان امام ده جالي عمل لي شغلانتين، هو خلاص هو احلى مسا عليه، مش عايزينك. خلصنا مصلحتنا بقى، ولا بقى دماغنا، فلوس هنديها فاهم؟ لك. بص، ولا شغلنا فلوس. دماغنا، اللي جه على الايد كان واكل، فخلاص فاهم. ايوه خلاص، هو مفيش فلوس هنديها لك ولا ارباح هنديها لك، و35% مين وكالج جنريشن مين. طب فين دور خالد اللي هو قال لك ما هو خالد قال لك بقى انا ماليش دعوه، اتعامل والناس مع اللي انت الشباب. اتفقت معاهم؟ ما انا كلمت خالد ساعتها. ايه يا خالد ابراهيم عامل ايه؟ انا دلوقتي كلمت دودي، انا محتاج منه الفلوس اللي انا دفعتها، بقيت لوجان، وعايز فلوس ستوب عشان خاطر انا مش هكتب سبيشال سانكس على بروجكت انا تعبان فيه. يعني ايه سبيشال سانكس؟ انا مش فاهم الحاجات ديت. وابتدى بقى اللي هو ايه اللي انت بتقوله ده اصلا، انا مش فاهم حاجه، مع انه هو عارف كل حاجه. يعني هو عارف كل حاجه ومرتب معاهم كل حاجه، وجاي عليا اللي هو ايه انت بتقول ايه يا معلم؟ انا مش عارف حاجه، انا لسه صاحي من النوم اصلا، فلوس ايه؟ فاهم حاجه؟ فابتديت بقى اشرح له تاني. انا كلمت دودي دلوقتي النهارده يوم 1 في الشهر، كنا محتاجين الفلوس اللي احنا اتفقنا عليها لا يوم 1 هتدفع، فمفيش فلوس. يعني ايه يا دودي مفيش فلوس؟ يعني مفيش فلوس وانت واحد اصلا انت مش فاهم في الشغلانه، ولا فاهم في الشيء اللي انت بتقدمه، ولا ليك فيها اصلا. تخيل حد بيقول لك كده شاب مطلعهم وبيقولوا وانت له انت مش فاهم اصلا في يعني الشغلانة، انت فاهم؟ حرفيا مش عارف اقول ايه، بس انت نفضت التراب كله اللي كان موجود لمدة سنين، او لمدة سنة، او لمدة كام شهر، مش عارف. يعني حتى حسين، يا حسين انا دلوقتي دودي بيقول لي 1 2 3، قال لي لا انت انا حوارك دوت يا مروان بصراحة مش قادر اساعدك فيه. ما بص، حسين ده شخص من الناس اللي هي الشريكة من المؤسسين بتاعت معادي. وهو اصلا يعني انت لو لاحظت كده في الكريدت هو مكتوب جنبي بروديوسر. مكتوب بروديوسر ليه يا معلم؟ عشان اوفر الفلوس اللي كان المفروض يوفرها في اليوم اصلا، اللي هو اصلا راح استلفها ومضى عليها وصل، والناس ضحكت عليه وكان معاهم مشكله. ما تفهمش هو حوار الوصل ده قال مش مهم مروان فانا ندفع عشان احنا الناس ضحكت علينا، ما تفهمش. مع ان الوقت ده كان اكتر وقت الشباب فيه دخلها كاشات. يعني ايه دخلها كاشات؟ يعني في حفلات، كانت العجله اشتغلت، الدنيا كانت اشتغلت خلاص معاك يا معلم، وصباح الفل انت لسه جديد في السوق فجالك كلاينت. انا حتى عايز اقول لك كان في ناس بتكلمني على شغل ليهم اعلانات وكده، كان يقول لك لا انا مش هينفع اطلع تراك اعلان لوينج بس، انا عايز اطلع حسين معاه. طب يا حبيبي ده الكلاينت جاي لك او عايز وينج بس. ده مين بقى اللي بيقول كده؟
ده دودي المانجر ارتست. تخيل مانجر ارتست ده بيقول لنيو يعني حد جايب شغلانه لنيو ارتست. انت عارف يعني ايه اعلان لبراند؟ انا اصلا طبعا مش هقول اسمه طبعا، هو حاجه لسه جايه جديده فاهم. فهم عايزين يقول وينج. لك لا خد الجوز. انا خد اللي مش خد عاجبك خد الجوز. الجوز. ايوه خد الجوز فاهم؟ فالاشتراط ان هو لا ما تاخدش وينج بس خد وينجي. ساعتها الاعلان ده بصراحه يعني انا ما كنتش مستفاد منه فلوس اصلا ولا اي حاجه. والاعلان طار. انا طار طبعا. طار بسبب ايه؟ اقول لك بسبب ايه. بسبب ان طب هل وينج عارف حاجه زي كده ان هي جت وطارت؟ انا مش عارف وينجي يعني هم ادينا تقريبا. وما عرفش دي عرف. انا احكي لك تفاصيل برضو الاعلان ده لان دي حاجه برضو مهمه. بص ما الاعلان هي دي ده الشفافيه اللي احنا بنتكلم عليها. انا كنت جايب في لوجان اشخاص جداد قشطه عندهم فيجوالز وعندهم ليهم دورهم من الاخر. انا بحب ادي كل حد دوره بصراحه. انا من الشخصيات دي اللي هو قشطه بتعرف تصور جامد، طب انا اعرض عليك كولابريشن لان انا مش معايا اديك فلوس بصراحه واعرض عليك. قبلت الموضوع تمام. هو عرض وطلب برضو في الاول في الاخر، ومفيش حد بينزل من بيته قبل ما بيفكر هو رايح يعمل ايه ورايح يعني طبيعي. بالظبط. انا قبل ما اجي من هنا تواصلت معاك تمام انا عارف ان انا جاي بسجل حلقه عن مشكله تخصني انا، فتمام انا راضي موافق خلاص نزلت. كذلك الستايلينج، كذلك الدايركتور، كذلك اي شخص بيشتغل في اي بروجكت يبقى متوقع عليه حاجه. انا لما جه لوجان جبت ستايلينج انا اللي جايبها اصلا وانا اللي موديها معاهم، وجبت كان كفراوي فوتوغرافر يعني من الشخصيات المحترمة وصديق محترم بصراحة. كذلك ماريا برضو محترمة جدا وشاطرة جدا بروفيشنال. الناس دي اشتغلت ببلاش بوتنشال يعني الناس دي اشتغلوا اللي هو كولابوريشن يعني كولابريشن ما خدوش اجر بنزق الدنيا. وانا اللي كنت عامل الديل دوت على فكرة يعني انا ولا نسبة حتى من الارباح بتاعت الفيديو. بص ولا دودي ولا حد ولا خالد ولا حسين ولا اي حد كان بيتحايل على حد ان هو يجي، ولا كان بيرفع سماعة التليفون لحد اصلا. حتى الديلات بتاعت المعدات ديت كان ممكن مثلا المعدات مثلا توصل معدات الاضاءة بس 15,000 جنيه بالمولد اللي هو الجنريتور بتاع مولد الكهرباء. دي حاجة اساسية في اي شغلانة عموما. لازم نور قطع منك انت هتروح خلاص. طبعا طبيعي بالظبط. فانت دلوقتي ضفت حاجات، ضفت اشخاص في الموضوع، بتطلعني ليه من الموضوع كده مره واحده تقول لي انا مش عايزك معايا. ده مش قرار حد لوحده، ده قرار كذا قرار شخص. مجموعة. تمام. انت يا خالد يا ابراهيم انت صاحبي مودين للناس دي، انت عرفت ان الناس ديت هم مش قد الثقه او مش الاتفاق مش عندهم خبره زياده ان هم مع يعني يتعاملوا مع اشخاص هم ما تعملوش معاهم قبل كده. مثلا يعني انا فكره مثلا ان انا ادخلهم اوض ممثلين في استوديو مصر دي بالنسبه لهم كانوا هيصلوا لي في اللوكيشن. ليه يا حبيبي؟ دي حاجه عاديه. انت ارتست ليه تقعد في العربيه؟ لازم يبقى لك اوضه تقعد تذاكر فيها، تاكل فيها، تنام فيها، شطاتك، تفاصيلك، تبقى قاعد مع حالك. قاعد لي في العربيه بقى ونايم في العربيه وجسمك مدغدغ وهدومك متكسره وبتاع، ده مش شغل صح يعني. فانا لما اتكلمت معاهم يلا يا جماعه نعمل حاجه، عملنا حاجه طلعت ودت الترند، الشارع كله بقى بيسمعكم، المعادي كلها بقت تسمعكم، تخترعوا لبس لنفسكم از ان انتوا مافيا وجنجات وبتاع قشطه، عنديش مشكله. فين فلوس انا بقى؟ فين الفلوس انا دفعتها لك من جيبي؟ عملت لك بقى شيء هو خلاك في حته تانية دلوقتي. بس اكيد احنا مش يعني مش الخلاف كله مش ان انت دفعت مثلا 14 او 12 او هنا الخلاف كله عن ان كان المفروض يبقى في اتفاق. الموضوع والله كله مش فلوس اصلا. وانا بالنسبه لي انا كده يعني انا ما كنتش عايز الفلوس دي اصلا على فكره، مش عايزها. هو الحوار على المبدأ ان انا جيت اتفقت معاك على حاجه خلاص هتديني حقها تمام. انا قال لي يجبرني ان انا استلف لك فلوس اصلا عشان اعمل لك بيها فيديو. انا الوقت ده كنت زيرو فلوس يعني، كان الساحل خلص، الدنيا كلها خلصت، السيزون اصلا خلاص فاهم. طيب فانا كفلوس اصلا كشات انا استلفت الفلوس ديت عشان اعمل فعلا ستوب او اعمل فعلا لوك. وما توصلتوش لاي حل خلاص.
حاولت اكلمهم دايما زي ما قلت لك. دودي قال لي انت شخص مش فاهم فيها ومش مالكش فيها اصلا، وعمل لي بلوك ومش عارف اوصل له. حسين فليكس الشباب دي ما حاولش تتواصل معاها ان هم حسين ملوش يحلوا دعوه، وحوارك مع خالد ابراهيم ودودي. الحوار مع دودي ومين؟ خالد ابراهيم. تمام يا جماعه، شكرا. كلمت خالد ابراهيم، يلا يا خالد انا عايز الفلوس دلوقتي، النهارده يوم 1 في الشهر، والفلوس دي انا كنت واخدها من حد، والحد ده عايز فلوس، فبعد اذنك انا عايز الفلوس. مفيش فلوس. يعني ايه مفيش فلوس؟ يعني انت مكتوب بروديوسر على الشغلانه. حبيبي، يعني ايه مكتوب بروديوسر على الشغلانه؟ ما احنا بنروح نكتب بروديوسر على الشغلانه وبناخد فلوس وبنروح عادي يعني. يعني ايه مكتوب بروديوسر على الشغلانه؟ يعني مش اديني فلوس ليه؟ يعني انا عايز افهم. يعني ده اتفاق واحنا متفقين، فالناس عايزه فلوس يوم 1 في الشهر، هات الفلوس. لا. تمام. يا دودي من رقم غريب، وانت هتفضل ورايا؟ انا زهقت منك يا عم انت. قام قافل. تمام. يوم 2 روحت البيت، صاحي عادي جدا، صاحي تمام مفيش اي حاجه، اتفاجئ باشخاص بيشاورولي ان انا راجل مدير انتاج. تمام، على عيني وعلى راسي. فين الفلوس برضه يا معلم؟ يا عم انا راجل مساعد انتاج معاك، يا عم انا راجل ماليش فيها، فين الفلوس بتاعتي؟ مفيش فلوس. اتفاجئ باشخاص تانية بيشيروا عليا، فانت سوقت سمعتي اصلا. سيبك كده كده، الواحد الحمد لله الحمد لله الحمد لله فضل ونعمة بيشتغل، وكل شغله بيبقى ترند والحمد لله يعني، ده توفيق من عند ربنا. لان انت بتعمل شيء، انت كده كده احنا عارفين ان النجاح ملوش نهاية، فانت مش بتعمل دوت السنة دي بس او السنة اللي بعدها وهقلب. لا، انت بتعمل حاجة انت عايز توصل بيها لهدف معين في دماغك. طبيعي طبيعي. ف ماشي، بس انا عايز ارجع برضو النقطه بتاعت ليمبي عشان انا مش قادر يعني. تمام. طب انت عملت ايه يا ليمبي لما شفت ان انت الستايل بتاعك اتاخد؟ ليه ما فين تراكاتك؟ ليه ما انتجتش، ما نزلتش، ما عملتش؟ ما كان هو هيتقال ان التراكات هو بقى بيقلد. فاهم، هما اصلا يعني جم عملوا معايا لقطه فاهم، بسبب ان انا عملت معاهم برضو لقطه ايه، ان انا يعني اللي هو انت لا توكا وبتاع، وعملت معاهم الحوارات دي، قلت له انت فاهم. وانا اصلا كنت الارتست الوحيد اللي هناك اللي هو انا مش همشيني بريفرنس، هما كلهم ناتش كوبي بيست. خش يعني اعمل ايه لي ريفرنس؟ يعني هو مثلا الارتست بيخش معادي تاون مافيا بيتحط له يعمل ايه وما يعملش ايه؟ بروديوسر او ارتست، بيتبعت لك الريفرنس انت تعمل اخوه كوبي بيست. فانا ما كانش عندي اللقطه دي لان انت تراك اجنبي يعني؟ ايوه تراك من على النت ريفرنس عادي بره، جدا. هما يفتحوا كده يشوفوا ايه الجديد اللي داير. بالظبط فاهم. ايه ده هاته حلو، اعمل لي ويعربوه زيه. ويعربوه بقى. يعربوه اعمل بيعربوه لي كل زيه حاجه يعني. بنفس احنا كان الفلوات. انا في مشكله وصلت فيها في منتهى العبث. انا حرفيا يعني ما كنتش عارف هو ليه بيحصل كده معايا. طب انا في حد انا زعلته في حياتي طيب ولا ايه؟ طيب البروديوسر بتاع تراك ستوب وما كانش لسه خلص معاهم الحقوق بتاعته الماديه، والتراك كان جايب 100,000 اصلا اوريدي او 70,000 حاجه كده على الاوديو عادي جدا مش فيديو. خلصنا وخلصنا الفيديو ولسه اصلا المشكله دي ما اتحلتش. فانت كان طبيعي جدا فيديو بتاع اشخاص بالمجهود ده ممكن تقفل سلام. ازاي اصلا ما تقفلوش حاجه زي دي مهمه جدا؟ انت ناحيه تراك، قفل بقى. عارف انت اللي هو ايه؟ نحت يعني هم كانوا عايزين منك، عايزين ريفرنس، خد الريفرنس اهو بس انا اعمل. يعني انا كنت متفاهم مع ان انا مش هينفع امشي بريفرنس. كده كده انا ما بمشيش بريفرنس، انا فري ستايلر في مدرستي غير مدرسه اي ارتست معاهم فاهمني. انا مدرستي بسمع الميوزك بودي، مش دعوه بقى حد عمل على مش عارف ايه اتعمل بيتعمل تخش تعمل. يعني انا ما ينفعش عندي تخش انا عارف انا هعمل ايه، لا الفري ستايل اللقطه في المفاجاه. لو انت مش عارف انت ايه بيتس اول مره تسمعه فاهم. بس انت بتغني دريل. طيب ما الدريل يعني احنا واخدينه من انجلترا، بس نحط التاتش المصري بتاعنا، الطريقه المصري في اللكنه ما انا فاهم. ايوه بالظبط، بس مش قوي يعني، انا ما كنتش باخد فلو، مش اه. اخد بيتس فاهم. انت كنت رافض ان هم يحطوك في قالب محدد؟ اه اللي هو ما تخلينيش فاهم اعمل حاجه معينه فاهم، مش هتفضل لا انا ما عنديش دي، بس هو عاملها مع الشخص الفلاني عشان هو ما عندوش غيرها فهو حطه في النقطه دي. انا لا، انا حتى لما قعدنا انا وهم في الاستوديو قعدت فاهم الحوار ده لحسين اكتر، قلت له بص يا مان انا في حاجه اسمها كذا طبقه صوت انا بلعبها كذا كاركتر. قال لي الكلام ده مفيش منه، الكلام ده مش صح، انت ازاي بتقول كده؟ مفيش بني ادم كده. قلت له بص تعالى انا هفهمها لك بشكل اقرب فاهم، انا هشرحها لك عملي فاهم.
فكنا هو كان بيهندس لي صوت البروجكت. قلت له يعني مثلا الكورس ده انا ممكن اقوله بص النبره دي مش الفلو، النبره تفرق، النبره دي والنبره دي والنبره دي والنبره دي. شاب ورق كده. فهو قال لهم لا ليمبي سيبوه فشخ فاهم، سيبوه يتعامل فاهم. لقطة بقى انت البروجكتات هم حصل بقى لقطة فاهم، هم فيهم النقص ده النقص ده عندهم مبدأ فاهم. فهو لما انا مشيت انا اصلا يعني كنت معاهم من الاول، من قبل ما يكون في بروديوسر، وجبت لهم ناس كتير قوي، بروديوسر وساوند انجينير، جبت لهم ناس كتير. فلما انا مشيت بقى بدأوا يكلموا الناس، اولا كل البروجكتات اللي انت عملتها معانا مالكش البيتات، مش هتاخدها، مش هتاخد ده البيتات. حصل معايا في تمام. الفعل على فكره، قالوا لي حتى انت كيو اللي انا كنت واخده اصلا وموديه هناك، يكلموا الشاب يا كيو انت ما بتشتغلش مع ليمبي تاني. كيو بعت لي السكرين قال لي بص يا اسطى التيت فاهم دي شتيمه يعني، بعت لي البتاع وقال لي بقول لك ايه فكك منهم وبتاع واحنا كده كده معاك. وكيو قال لي بقول لك يا ليمبي انا اسيب الشباب دي، الشباب دي كده كده عايز اقول لك فاهم. على حاجه بس، بما ان الموضوع ده اتفتح، انا لما جيت اقول لهم يا جماعه انا مش هينفع كاتب سبيشال سانكس على حاجه انا اعملها، دودي بقى انت مالكش عندي منشن، مالكش عندي تاجات، مالكش عندي اي حاجه. انت كنت رافض نفس برضو يكتبوا اللي بيتقال يعني انت كنت رافض ان للارتست. هم يكتبوا الشكر الخاص ليك؟ دي ماتيريال بتاعتي، انت عايزهم ده يكتبوا فيديو كده، بتاعي، ده فيديو بتاعي، فمفيش شكر خاص، ده الفيديو بتاعك انت اللي انا عامله، بروديوسر عليه. فمش هتصور هينفع. ماتيريال تاني، قلنا عن الماتيريال دي هتتصور يوم لوجان، قلت لا مش هتصور يوم لوجان، احنا هنقفلها ونهندلها وهنشوف بس درون كده، وهناخد ايه شطات للمعادي من فوق از ان هي المعادي، وهتتحط. احنا اصلا يعني كان فاضل لنا 40 ثانيه على التراك، يعني احنا مقفلين التراك كله في استوديو مصر، فاضل لنا 40 ثانيه، اخر 40 ثانيه في التراك اصلا. فلو ممكن تحط درون، ممكن نجيب كاميرا ناخدها وان شوت انت في اي كنت رافض شارع. فكره شكر خاص، فقال لك بعد ما قلت له انا مش عايز الكلمه دي، مش فقال لك عايز احنا مش الكلمه دي، ومش هنعمل. عايز اشتغل معاك اصلا، ومش عايز اتعامل معاك اصلا. فانت ازاي بتقول لي مش هتشتغل معايا، مش هتتعامل معايا، وانت ليك عندي فلوس؟ عشان هو كده انت جاي دلوقتي بتقلل من دوري، عايز تاخد مجهودي دوت تديه لناس تانية، اشخاص تانية، ممكن ربنا يكرمهم وياكلوا بعيش عادي، تمام، ما عنديش مشكله. انا بحب دايما الخير لاي حد، لاي وانت حد، حتى لو عايز حد طب بيأذيني عادي. طيب ما ماشي خلينا بس ارجع لنقطه ليمبي تاني. قالوا له مالكش دعوه باي حاجه، ولا ليك عندنا، ولا هتكون موجود لو معانا التراكات اصلا. انت كل اللي هم سجلتها عملوه ده انا ما شغلنيش اي حاجه فاهم. ايه اللي شغلك بقى؟ الستايل اللي اتاخد بكل الكلام ده كله شغلنيش. انا قطعت كنت انا ودني. حتى الفتره دي كنت بقعد اقول له يا ليمبي كل يا ابني الناس اعمل بقى كانت حاجه، بتكلمني فاهم انت ازاي انا ازاي انت قطعت ساكت؟ ودني فاهم. قلت برضو ايه ما تجيش مني انا الحاجه الوحشه فاهم. قلت لعل ده برضو ايه يعني الحمد لله الواحد عارف نفسه في الاول والاخر فاهم. فانا جيت انا قاطع دماغي وقاطع وداني ومريح دماغي ومش فارق معايا حد، دماغي وجاي مش فارق معايا حد. لقيت المشاكل بتحط فيها فاهم. اللي هو يبعت لي سكرين فيديو لشوقي يقول لي هو انت اللي دسسنا في الادلبس. انا عايز اتكلم بقى عن سيبك الحوار ايه ده. ده سيبك ايه من كده. دسسنا في الادلبس دي. وبعت لي سكرين لبوست عادي جدا لمروان امام انا عامل له في كومنت عادي جدا، حرقه بقى فاهم. هو اتحرق قوي لما شاف لما ايه ده ليمبي عند مروان امام ايه ده فاهم. اتحرق عم فاهم سيم. الشاب. ارجع بس للنقطه بدون قطع حديثك بتاعه الريل دي اللي هو شافها، تمام. الحوار بقى دوت حصل ازاي؟ انا فرحت قوي بالريل ده. انا ما كانش في خيالي اصلا، مش ما انت عايز حوار يعني. تدسهم ليه؟ ايه، عايز تدسهم ليه او مش عايز دستهم اسسهم ليه؟ ولا نيله، هم او هو تخش كان في بيف معاهم ليه؟ كان في من كان شغال معاهم زمان برضو شوقي. لا هو انا عملت معاهم بس التراك كده، اول حاجه عملتها في حياتي كانت عندهم. كان ليمبي هو اللي قال لي عليهم وبتاع، الناس دي كويسه وبتاع وتعالى نروح. فروحنا عند ليمبي وبتاع، طبعا قله ذوق من حسين ده يعني جدا فاهم. اللي هو انا كواحد لسه جديد برضه وبتاع، انا لسه ببدا وبتاع، فاسمع كده يا اسطى البتاع، لا حلوه بس في بس الحتت دي بايظه والحتت دي فاهم انت. ما ينفعش اصلا يعني يكون ارتست لسه جاي جديد وانت تقول له لا ده وحش وده وحش وايه اللي انت بتعمله. هو كده فاهم؟ الولد ده فعلا عنده عدم احترام فنقص. للشخص. يعني خلينا بعيد عن تمام. سلوكياته ده او كده كده خلص. خلينا ده نتكلم حصل بيزنس. برضو قدامي مع ارتست موجود انت ما ينفعش تقول قول له له انت كده. مين اصلا، اسمك ايه؟ والولد يعني ما شاء الله عليه تراكاته بتودي ترند يعني. تمام. دي حاجه. الحاجه التانية انا كنت عامل كده تراك اسمه ابو الغضب، لسه ما كانش نزل، فقمت منزل منه ريل عاديه جدا، تمام. نزلت وبتاع، فبعد ما نزلت
اتفاجئ في ناس كتير عماله ترن عليا ومش عارف ايه وايه وايه وايه، والليمبي يتصل بيا قال لي بقول لك ايه يا اسطى انت عامل ايه مشاكل معاهم ومش عامل مشاكل. قلت له يا ابني ما عملتش مشاكل مع حد، هو في ايه؟ قال لي اصل دودي قال لي، دودي ده اللي هو مدير الاعمال. المانجر ده بتاعهم المانجر ده. ارتست. دودي قال لي انت يا اسطى شوقي يا اسطى بينزل يا اسطى يشتم فينا ومش عارف ايه ايه، وقال لي لو نزل هناك هنعوره حاجه كده يعني. تهديدات ماشي. تهديدات، قاعد يهدد بقى ومش عارف ايه وبتاع. يا ابني انا جيت جنبك انا عارفك اصلا، انا معرفوش تمام. طيب اسكت؟ لا ما هو قال لي لو انت نزلت مش عارف هنعمل ايه وهنسوي. طب خلاص ماشي يلا تعالى لي بقى يا باشا تمام. وفضلت انزل بقى في ريلز تاني بدل هي دي اللي حرقاهم، وفضلت ليمبي بقى عمل لقطه جامده هو ومروان. كان في تراك كده بتاعهم معرفش اسمه ايه، قالوا ايه دوت حاجه كده يعني. ففي كان كده جثه فيهم كانت بتغني، في رابر معاهم الرابر ده اتشال اصلا يعني، هو الرابر ده متشال وعارف ان هو متشال متشال اصلا يعني من عارف قبل إن هو ما احنا متشال. نخش في القصه هو متشال. هو كده كده متشال اصلا من قبليهم، وكانوا هيجيبوا زازا بس ده ما حصلش معرفش ليه، ما علينا يعني. ممكن يكون فقبل- هولدنج اصلا، الله اعلم بيهم يعني. فقبل ما بس هو يحصل كان لازم دوت يتشال بصراحه. ده هو كده كده يعني ما علينا خالص. من المستوى الفني، بس هو اتشال اصلا من التراك. اتشال وراح ليمبي نزل على تراكهم دسهم فيه واتسرب اللي اتسرب تمام. فليه وليه بقى كلها بقى ايه اتضايقت وبتاع مش عارف ايه. معنى كده ان الراجل ده حريهم بجد يعني، هم بجد حاسين ان هم عملوا حاجه غلط معاه. لا وحسين طلع ساعتها اتكلم معاه بقه تقريبا، كان في جنبه جوب ولا الله اعلم. واحد كان بينفخ سيجاره كله بطر عشان يخطر المشي. يخطر المشهد. فاهم. والله. فطلع قال ايه هيز عايزين هيز. واحد اتلم على مش عارف عيل ما بيعرفش يتكلم ايوه ومش عارف ايه، وكلهم على مش عارف قعد كلهم بقى ماشي يهبط اتسرب جيم بالكلام. يعني، تمام مفيش مشكله اتسرب جيم يعني. انت من ناحيتك هو لعبه. انا ما عنديش مشاكل لا، لا تعالى بص نلعب أقول لك مزيكا. الحكاية بس كلها. بقى هم هقول لك انا هم جايه معاهم بايه بقى براب مش في براب. الشارع. مفيش الكلام ده هم عامه. بيقولوا كده بقى وبعتوا لي ده فاهم بقى، يهددني وانت مالكش دعوه بفليكس تاني وبحسين تاني ومش عارف ايه وبتاع. يا جدعان انا مالي يا ابني، هو انت لو ما عندكش لسان اعمل كده. انت ليه بتجيب لي ناس تقعد تكلمني وبتاع وانا كده هخاف يعني كده انا هبطل طب على الحرام من دين لك كل يوم اعمل كده. يلا دي اسهل حاجه عندي فاهم. لكن بقى ما تقعدش بقى تجيب لي ناس كل شويه بقى تقول لي انت مالك. بص بقى يتخني في صوته لما يجي يتكلم معاه، انت مالكش دعوه مش عارف بمين وبمين وهنقطع لك كل يوم. ده بيحصل فعلا. ده بيحصل واكونتات فيك كتير عيال صغيره تقعد تكلمني تلاقي حد وتشتمني. يكلمك يقول لك اللي قبل التاني حلق على التاني، اللي قبل التاني حلق كانوا بيغنوا إيه لي تراكات يا الشغل ده؟ جماعه ولا ايه؟ إيه الشغل طيب ده؟ الفكره دلوقتي بجد بتاعت عيال صغيره للدرجه دي. اللكنه الطريقه بتاعت الراب، الاتيتيود، الاداء بتاعك. هو من العشرين ان الراب انا بالنسبه لي من زمان، من ساعه ما كريسبو ما طلع وسايكس قبليها وخالد الابرتاجي اللي هو روسيا دلوقتي، خالد كاريكا محترم جدا. جدا. الشباب دي هي اللي عملت الراب اللي من النوعيه دي، اللي هو راب شارع حرفيا. يعني لو عايز تسمع راب الشوارع، لو عايز تسمع راب الشوارع فعلا في مصر هتسمعه من الهرم. وفي ما بيننا شغل ان شاء الله. هو الهرم. انت من العشرين؟ منين؟ من شمس. مش من العشرين؟ امال ليه انا فاكر ان انت من العشرين؟ لا هو انا اللي من فيصل اصلا. تمام. شوقي ولا وهم كل بتوع فيصل بقى متضايقين من الشخص ده اللي اسمه فليكس ده، كلها متضايقه منه جدا لان ده مش حقيقي. هو بص عمل ايه، هو وصل برضو صورة ال20 تمام بان الناس كلها ماشيه في الشارع بتتكلم كده. هو ده مش هو حقيقي. الخطر في مصر بيجيب بقه. لا الناس كويسه جدا والناس ما بتتكلمش كده وبتاع. ماشي انت عايز تقوم عامل كده اعمله انت، وما تقولش ان ده بيحصل في حته في ال20 تمن. لا ده ما بيحصلش كده، ما بيتكلموش كده ومن تحت. اصل انا من فيصل وعارف يعني، انا عايش فيها هناك كل سنين عمري، انا لسه معزل هنا قريب يعني. هنا فين مش هقول عشان ما ماشي ما علينا يا عم كمل. تفاصيل قوي، بدي تفاصيل. فايه فهم بقى فهو بقى كره في ناس هناك قوي تمام. ادي حاجه. نرجع بقى لحاجه بقى مهمه جدا. انت دلوقتي تمام خلاص ماشي، انت خدت من الراجل دوت الستايل وبتاع ما اعرفش ايه وكذا 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 تمام. ما عنديش مانع، بس هو الراجل بعيد عنك خالص، فانت ترجع ليه تحطه في مشاكل. انا منزل ريل، انت مالك يا اسطى تخش تكلمه ليه تقول له انا قاعد في حالي ده قاعد في حاله.
انت ما فيش عندك بقى لسان يعني الريل انت بتاع ما شوقي ترد يعني. على هو السكرين بتاعت التراك مروان. هو ده اصلا مش حاجه مسربه، وده كان تراك ولا لسه اتقفل ميكسينج ولا ماستر ولا لسه اصلا بتتكلم على تعرف واحد. اللي هم باعتين لي تهديدات وبيكلموا في الليمبي ويحطوا فيه مشاكل. فدي حاجه انت جيت دلوقتي قلت لي بص يا مروان يا امام انا قاعدك في بيتكم، قعدنا انا قعدنا انا في بيتنا ده نفس اللي اتقال لي انا وليمبي، قال لي بص بقى الكلمه مش اللي شغلنا أنا. حرقتني. ده مين اللي قال كده؟ ده دودي المانجر ده. ارتست دودي ده هو اسمه دودي، محمد هشام ولا محمد هاشم؟ محمد دودي. هشام رؤوف ما علينا اللي هو دودي، هو الشخص معروف دوت بدودي. قال بقى الكلمه دي بقى الحرقه دمي. هو مين عشان يقوم قايل كده؟ انت قال انت يا باشا انت بتتحكم في ارزاق. بالظبط، قال والله انت ما مين هخليكم أصلاً؟ ما حد هياكل منها عيش، ولا ليمبي شوقي تخيل بقى ولا انت قاعد في فاهم حالك. انت؟ انا اسف انت قاعد في يعني حالك لولا وسمعت- مروان بابلو انت جابهم مين؟ معاه في سمعت الحفله الكلمة دي، فاهم؟ بتاع كايرو جاز، ده كان لسه ستوب فيديو لسه ما نزلش اصلا. العيال الشباب دي كلها كانت سلام اصلا يعني. ولا حتى ستوب دلوقتي وصل لحاجه. قصدك ان بابلو اداهم زقه؟ سبورت، وفي ارتست ما تدوس سبورت للموضوع، توب ارتست وبيلعبوا بقى على لقطه وحشه قوي قوي. فاهم، اللي هو ويجز ده سبورت، بابلو ده سبورت، فالناس دي كلها عندها فان، طبيعي اه. هيوصل. انا شفت الستوري اللي عملها بابلو. في لقطه بقى وحشه قوي بقى بعد ما حصل مع ليمبي الحوار اللي هو جاب كده اليوم كده تراك وشال واحد وحطه وهو نزل تشرف ايه، تمام، حرقتهم قوي. ماشي، عملناها تاني انا وليمبي امبارح وهنعملها تالت برضه في تراك ورابع هم بيحكوا وخامس يعني في ايه بقى تراك هم بيحكوا ويضحكوا عنه، ومجنوليا اتنين وبتاع ومش عارف ايه وبتاع، بيحكوا عليه قوي من زمان. يعني من فكره كام مجنونيه اتنين دي شهر. فكرتي برضو، أصلاً فانا يعني دلوقتي هي فكرته. خرجت منكم فانا اعمل اللي انا عايزه. يعني دي فكرتك دي مجنون. فكرتي، النهايه في الفيديو مفتوحه، مش فيديو ليه نهايه مقفوله، لا النهايه مفتوحه. خدناه. فكره الامنا اللي في ستوب دي فكرتي، دي ناس تابع انا من مكتب كاستنج تابعي انا دافع لهم فلوس ليه يعني. الولد الصغير ده انا اللي جايبه برضه، جالي حوالي 13 صوره ولد صغير كلهم احنا كنا بنتكلم. بس مين اللي عامل الستوري بورد؟ الستوري بورد ما كانش فيه ستوري بورد، انا معايا ريفرنس للتراك، انا اوريك الريفرنس، احنا ما حققناش من الريفرنس دوت غير لقطه الولد الصغير بس. الباقي انا جايب اللوكيشنز ونزلنا عملنا معاينه زي ما بحكي لك، لان ضروري جدا انك تعمل معاينه على حاجه انت بتعمل لها ريفرنس او بتكريتها. فقعدنا نرتب شطات انا وخالد ابراهيم، وكان ساعتها معانا صديق ليا اسمه علي ماجد، ده كان مدير التصوير ستوب، وكان مدير تصوير 5 سوات نازل ما اتكلمش. هو ده من الشخصيات اللي هو مش هيظهر، مش هتكلم، مش هشير. تمام، هو حر طبعا. يعني مش زي مثلا ايه واحد قال ده مدير انتاج، فانت بناء على ايه بتقول مدير انتاج؟ لا ده انا دافع معاك فلوس يا معلم فانا هرد. طيب انت قلت موضوع ان في ناس ارتست هم كلموا معادي التاون مافيا، كلموا ارتست ان هم يشيروا عنك ان ما حدش يتعامل معاك، ان انت كذا، حاولوا يشوهوا سمعتك في السوق. بالظبط. عايز تتكلم في الموضوع ده؟ انا حابب طبعا انا اتكلم في الموضوع دوت، لان في ناس شافت ده جت كلمتني هو ايه اللي بيحصل، فانا حابب جدا ان اتكلم. هم كلموا ارتست ومانجر لارتست، مش حتى يعني نيو ارتست لسه هتيجي في المستقبل ان شاء الله. اول حاجه راحوا كلموا الوايلي، احنا كنا عارفين ان انت معاك بروجكت مع مروان امام من سنه كده وما حصلش نصيب وبتاع، فاحنا دلوقتي في مشكله يا وايلي وبتاع، فشاور لنا. عم شاير كاتب ايه؟ مروان امام شخص غير مؤتمن بيه، وشخص يعني من الاخر كده لا يصلح للبروجكت او للشغلانه عموما. انا استغربت، انا يا وايلي انا وانت بقالنا سنه ما بنتكلمش اصلا، ومخلصين البروجكت ده من بعض ومقفلينه، وجبنا بروديوسر تاني جه استلم مني البادجت بتاعت البروجكت ده وخدها في ايده ومضيت له على اقساط وكل حاجه ودن كل حاجه. انا اوت من البروجكت. اوت ليه من البروجكت مروان امام بتاع الوايلي اللي هو طريق طويل بتاع دنيا وائل الوايلي ده؟ بسبب المخرجه جايه قبلها بيوم، انا وهي كنا متفقين ان احنا عندنا مشكله في البادجت وبتاع، والموضوع كان بيج برودكشن، كان دي بي احمد طريق بيومي، الدايركتور كانت منى الديابي، قشطه مخرجه كويسه وكل حاجه، بس انا انتاجيا مش هقدر اقف في اليوم 36 ساعه وفي الفيوم ومعايا البادجت دي.
اذا كان في خلافات على الفيديو بتاع الويلي. الفيديو رايد اتكنسل قبلها بيوم بعد ما جبنا لوكيشن وحجزنا لوكيشن طيب فانت تواصلت مع هل تواصلت بعد ما شفت الستوري بتاعت الويلي، تواصلت مع الويلي؟ تواصلت معاه كلمته. يا ويلي انت فاهم غلط جدا، وفي صورة انا مش فاهمها غلط ومش فاهم ايه اللي بيحصل، فانت ما ينفعش ان انت تشير تقول ان انا شخص غير مؤتمن. كلمته في اليوم ده هو ونادين المانجر بتاعته. الرد كان يعني نادين لقيتها بتقول لي هو انت ليه بتشير على ستيفاني اصلا، وعايزه بقى تدخلني في حته انت ليه بتنزل سكرين شوت لستيفاني، عارف ان انت اللي هو ايه، تحس ان انت لو رديت هيبقى في ثوره ايمالك، انت بتشتم في حد. لا انتوا داخلين تشتموني ومتضايقين وباجي بواجهكم انتوا بتدخلوني في حاجه تانية اصلا. اللي هو نادين انا اديتك الفلوس بتاعتك وانت جبت لي بروديوسر تاني وخد الفلوس، والموضوع لما انا اصلا في الاول قلت البادجت دي مش هتقدر تسافرنا الفيوم فممكن نعملها في اي صحراء، والموضوع كله عباره عن ارت في صحراء، فرشحت الصحراء اللي في المعادي اللي موجوده في المعادي في تمام. وادي دجله، حاولت وفي ان لوكيشن انت تاني وفرته برضو اللي هو بتاع اه الحزام الاخضر، ده حاجه ارت برضو وصحراء. حلو، حاولت ان انت حاولت ان انا توفر اوفق وتساعد الدنيا على قد والكلام ده. البادجت اللي معانا. الكرو بتاع العمل طيب الستوري، بس قبل ما اخش على كل اذا انت حاولت ان انت تساعد بالظبط. في القصه بتاعه الفيديو، ولكن الستوريز نزلت عليك على السوشيال ميديا بعد وكده. سنه اصلا من البروجكت ده. حلو، لكن طب بعد ما اتكلمت قلت يا جماعه انا ما عملتش كده وانا ونزلت ساعتها حاولت. شتات وسكرين عندي على الاكونت هل العلاقه او الدنيا مشيت كويس بينك وبين الويلي بعد كده، لا لا ولا ولا اي وصلت حاجه. لحاره سد؟ حاره سد جدا، وهو بعت لي الشتات بيشتمني فيها اصلا. يعني انا كان تحت ايدي ممكن اروح عادي جدا صباح الفل اعمل لك محاضره يا معلم وانا الكسبان اصلا، بس الفكره انت بتخلق مشاكل. يعني اذا معادي التاون مافيا خلقوا لك مشاكل مع خلقوا لي بقية مشاكل الناس؟ وكانوا عايزين اتسحل في المشاكل ديت عشان خاطر انا خلاص مروان هيركز في المشاكل ديت ويبطل الشغل بقى. هو احنا هنبطلوا الشغلانه بالمشاكل. عارف انت اللي هو بيهاجموك بمشاكل وباخطاء، بيكتروا المشاكل. بيكتروا طيب. اللي هو انت طب انا طب دلوقتي مؤخرا دلوقتي ايه اللي بيحصل معاهم بينك وبينهم حاليا حاليا ولا بكلمهم ولا هم بيكلموني ولا في اي حاجه. واخر مره اصلا توصلت ان انا اخد الفلوس ديت او فلوسك ومشكلتك مع دودي وخالد ابراهيم، فتمام يعني تمام انا مش عايز حاجه يا جماعه وشكرا ليكوا جدا، وكانت تجربه لطيفه جدا 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 جدا. بس لسه اسمك على التراكات اللي انت عملتها ولا اسمي اتشال؟ موجود على التراكات وكل حاجة، بس اسمي اتشال المنشن بتاعي من عند حسين على الاكونت بتاعه، اتشال اصلا. كذلك فليكس اتشالني برضو من كام حاجة كده، في تقريبا بوست واحد بس عاملين لي فيه تاجات، البقية هو مش موجود. هما تقريبا عاملين لي في المنشن في البوست اللي انا جبت فيه الكرو اللي هو اداهم في حتة تانية، يعني الستايلينج بالفوتوغرافر اللي هي اغنيه لوجان. انا بس عايز اتكلم عن اخر 10 ايام حصل فيهم ايه. طب قول لي بس عشان انا عايز اروح للين بفهم منه حاجه مهمه، بس قول لي ايه هو اخر 10 ايام تمام. اللي احنا فيهم دلوقتي. كل البيدجات يعني اي بقى بيدجات بيدج الراب. بتاعت الراب كلهم مش بيتكلموا عن الحوار ده، ان في بيف دايره تحت فاهم انت، مش بيتكلموا عن بيف دايره بينك بيننا وبينهم. اوكي تمام. في 10 ايام حصل فيها ان في كذا تراك بيتسرب، بنجيبه ونشيل فيرس حد مش عاجبنا ونحط انا وليمبي فيرس لينا ونسربه. ده موضوع ما حصلش في الشرق الاوسط كله ولا هيحصل تاني، لان ده حوار صعب. انت انت يبقى فاهم؟ عندك تراك حد وتسربه، اخده اصلا منهم اديله على عينه فيه واقوم جايبه واجيب انا وليمبي وننزل عليه بفيرس ونمكس وارمي عند اي حد بقى. هم اتضايقوا من الحركه دي قوي. مفيش بقى ولا بيج راب عايزه تتكلم في الحوار ده. عشان ما ليه؟ عشان ما يدخلوش بيرشوهم. نفسهم دودي او ما بيرشي يدخلوش نفسهم في مشاكل. ايه. البيج راب دي في الاخر هي بيزنس، هي ايوه بالظبط هي بيزنس، مش عايزه تخسر عميل بتاخد في مقابل عميل تاني ما يدفعش فلوس او تخسر ده وتخسر ده. في بيتجات بالظبط. كلمات انت ليه هما مسحت البوست بتاع بيدفعوا الموضوع أكتر.
فانا ليه اخلي مشكله عندي الاكونت بتاعي، اكونت شخص بتاعي، ليه احط مشكله لا طبيعي، انت أصلاً أنا يعني انت بتحاول عارف اللي تحسن هو، سمعتك في وحتى السوق. انت لسه مش توب طيب ارتست، فاهم؟ يعني البيجات بتجات بقى رافضه ان هي تعمل شير لاي حاجه انا وليمبي بننزلها، مع العلم ان هم عارفين ان احنا بنعمل كده، ان في بيف، ان في حاجات دايره، مفيش حد عايز يتكلم عن الحوار بفلوس. حتى بفلوس بفلوس. فاهم؟ عشان مش احنا اللي بفلوس، هم اللي بفلوس، هم بيدفعوا عشان محدش يتكلم. فاهم قصدي ايه؟ بيدفعوا ان مفيش بيدفعوا ان مش حد يتكلم عن صفحه. الحوار. دي خيبه. انت هبه ليه؟ فاهم؟ مافيا بقى وبتاع ومش عارف ايه، بتتاخد على عينها في احنا عارفين تراكات. مفيش مافيات في مصر، دي اسامي. ماشي اسامي، يعني هم بيقولوا على نفسهم ان هم، فاهم انت، ان هم جامدين وبتاع، فاهم؟ فلما اتنين مثلا زينا احنا لسه مش معروفين قوي، فاهم؟ بس ان شاء الله الفتره الجايه دي هننتشر يعني، ما علينا يعني. هناخد منهم بقى تراك وتيب ونديهم على عينهم فيه ونخش. فدي حاجه بالنسبه لهم مش لطيفه، مش هتبقى الطف حاجه. ايه تاني بيتم في ال10 ايام دول؟ ايه بقى اللي بيتم؟ ان احنا حرفيا كل يومين بننزل بقى تراك، وهم بيخشوا يشوفوا وبيسمعوا، والستوريز كلها امتى هم مافيا عندي. انا في بيخشوا شاب يشوفوا. فيهم صحيح، يعني في شاب فيهم طلع في فيديو كان بيرد بفري ستايل وبتاع. اسمه ايه؟ مش عارف، تقريبا الواد المنطور ده اسمه ايه، مش عارف ايه اسمه ايه. لا مش ده اقول لك ده دوجر، ده ايوه هو ده. دوجر ده ايوه لسه قصة المستعلى ايه حوار في يعني. الفريستايل؟ دخل يقول بص انتوا اقول مش لك على عارف. حاجه، هو دوجر دخل ليه كان- ليه ما طلعش لغايه دلوقتي؟ عشان هو مش عارف يجيب اللون بتاع فروتو مثلا، ده مثال. يعني سيبك من الحاجات ماشي، دي. خلينا من النقطه هو دي، بس ايه دوجر قصه طلع الفريستايل؟ يتكلم على ليمبي. مريحينه. شاب طلع في فيديو بفري ستايل وبتاع، فاهم؟ فهو كان بيوجه لي الكلام في فري ستايل. فانا اصول اصلا فري ستايل مش على النت، فاهم؟ فري ستايل كده كده في عمري ما- الشارع. في الشارع، يعني انت تقدر فاهم؟ تفريستايل في اي فانا وقت. بنزلت بوست، تعالى بقى فري ستايل، مش انت بتتكلم في فري ستايل؟ لا انا مش هرد عليك في فيديو بقى والجو ده، لا تعالى ننزل ونفري ستايل وعلى فلوس. انا مش هلعب انت تقدر ببلاش كده تفري كده. ستايل على فلوس؟ انت وصلت لمستوى، طب ده اللي دي كان لعبه بيدور بتاعت زمان، فاهم؟ ارتست، فاهم؟ انت فري ستايل، انت تعالى لما نتحدى بتوصل على لمستوى، فلوس. فاهم؟ في توب، انت مش هتلعب ببلاش، فاهم؟ مش هقد ببلاش، انت تنزل لي انزل على فلوس، فاهم؟ نلعب على فلوس والجدع يكمل، فاهم؟ انا بقى كده كده ايقنت ان مفيش حد فيهم جاي منهم بحاجه، ولا بيف شارع، ولا حقيقي، ولا تراكات، فاهم؟ هم اخرهم طلعوا قالوا كده ستوريز مش عارف ايه، احنا هنعمل كذا كذا، قطعوا ضنهم. ليه الموضوع؟ ليه بقى؟ مش عشان هم مش هم متضايقين، هو ده عمل لهم شرخ جواني، فاهم؟ الحركه دي عامله الشباب لهم دي يعني شرخ هم كلهم جواني. مشتركين في نقطة، سبحان الله. يمكن هم متلمين عليه عشان متوفقين في النقطة دي، ان كلهم بيكسين بكاسة، فاهم؟ بكلمك بجد يعني. عايز اقول لك مثلا في حوار، البكاسه ده مصطلح جديد عايز ولا انا أحكي اللي لك. عجزت؟ البكاسه دي دايره فعلا معاهم، هم شباب بيكسب ايوه بجد. البكاسه، يعني انا عارف مش لو- فاهم بكاسه دي، بس انا يعني متحمس البكاسه مش اعرف. يعني هو انت شخص جاي من بيكس، البكسنة؟ اللي هو اقول لك مثلا يعني مثلا ايه، بيكس دي عكس بيكت. البيكت ده اللي هو اللي البكيت اللي هو بيدي. مثلا في بيكس اول ده اللي هو البكيس اللي ما بيديش. في اول الحلقه مثلا لما شوقي قال ايه، شوقي قال انا سمعت لحسين تراك اول ما دخلت، فقال لي ايه قشطه قشطه، دي بكاسه يا معلم، انت مش عايز تقول الحقيقي اللي جواك، فدي اشرح لك بكاسه. انا برضو البكاسة في ايه. يعني عندك مثلا فظيع يا كان لمبي. كان لسه فليكس جاي، فاهمني؟ كان لسه جاي الشركة، فهم عملوا له تيست تراكين، التراكين نزلوا في اول اي بي ونزلوا المهم يعني. فهو سمعني قال لي يا لمبي ايه رأيك؟ قلت له بص ده حلو، ده زي القرف، قرف، فاهم؟ تراك حلو وتراك وحش. تراك وحش. عمل لي منشن على الوحش، عمل لي قصدي ريبلاي على الوحش، بيقول لي طب انا عايزك تخش فيه. دي برضو بكاسه عادي. ازاي؟ طيب يا مان، انا بقول لك التراك وحش وعايز تدخلني فيه. قال لي لا، ما انت تخش تعلي عليه، انت تخش تعلي، انت تخش، فاهم؟ تعلي على عشان الدنيا، تزق التراك. تديهم على عينيهم. انت فاهم يعني ايه؟ ابقى انا ارتست، احنا في شركه وفي كذا ارتست، انت تخش تقول للارتست الفلاني اللي معاك انت تدي فلان على عينه. انت فاهم هي دايره ما بينهم وبعض بعضهم يعني ازاي؟ عيب اصلا، انت ازاي؟ فاهم؟ انتوا والله معاك ده حسين بيقول الكلام ده على فليكس؟ الشات كله موجود، فاهم؟ فبيقول لي لا انت تخش تديله على عينه، فاهم حاجه؟ فهم مبدأهم بينهم وبين بعض لا دايره، فاهم؟ بكاسه على الاخر، فاهم؟ يعني برضه انا اقول لك على حاجه لا هي القصة مش، دي. بص يا لمبي، هي بتبقى عدم خبرة في الأشخاص اللي متحكمين في الموضوع، والله يعني ده عدم خبرة في الشيء اللي أنت بتقدمه. أنت اتعودت إن أنت تنحت تراك على أرتست لسه جديد،
الموضوع طلع حلو، نزل جمهور تمام. عايز ارجع بقى للحوار بتاع دودي ده بقى. دودي بقى ده عمل حركه، هو مش عارف هو عايز يعمل ايه بالظبط، بس هو توفيق من عند ربنا ما حصلتش. دودي ده انا كنت عامل بقى تراك تمام، كنت بتكلم عليه، كان لسه هينزل مع واحد شاب بيت ميكر كده، هو اللي بيعمل البيتس تمام، وكده تمام، ما علينا من اسمه يعني. فالشاب دوت مضى معاهم بعد ما عملت معاه. مدى ازاي مفيش شركه؟ معرفش بقى مضى معاهم ازاي، بصم بقى مش عارف عمل ايه. المهم وعلى يعني فكره لغايه لما انا كنت عامل ستوب ولوجن ما كانش في حد ماضي على حاجه ما حرفيا. علينا من القصه دي تمام. دلوقتي اكيد يعني امنوا نفسهم او حاجه نرجع للحته دي. فالشاب دوت تمام كان عامل معايا تراك اسمه ابو الغضب تمام، هما اتنين، فما علينا يعني ماشي. شاب ما فعملت علينا يعني. التراك. ففي منهم شاب مضى معاهم بعد ما قمت بعد ما عامله عمل معاك ب 10 ايام باين حاجه كده ماشي، مضى معاهم. فبعد ما مضى معاهم انا قمت منزل ريل كده اللي هي الفيديو ده اللي هو دودي بعته لليمبي ماشي، وقال له الحق ده شوقي بيعمل وبيسوي وبتاع مش اللي عارف انت ايه. نزلته اسمه إيه دوت، كنت بقول ايه؟ والله لازم اقول. المهم فرح دودي وهو بيقلب في البتاع، خلاص 5 كده. انت مش لازم تنتش طبعا. فرع دودي ايه لما انا قمت منزل الريل ديت شافها. ماشي. فكان هناك الشاب اللي عامل البيت دوت معاه ماشي. كان هناك الشاب دوت، فدودي قال له ايه ده، هو مين ده وبتاع مش عارف ايه. فالشاب ده انفعل قال له لا بقول لك ايه، ده تابع انا اللي عامل له البيت ده. ماشي. مسكه بقى دودي قال له ايه ده، انت هو عامل إزاي البيت قبل ما يمضي معاهم. قبل ما يمضي معاهم تمام. دي اصول تمام. راح دودي قال له انت ازاي هتشتغل مع الشاب ده مش بيجيب ارقام مبيف معانا وبتاع ومش عارف ايه. ماشي. ده شاب ما بيجيبش ارقام ومش عارف ايه. فراح الراجل ده هو بقى حرضه عليا تمام. انا كنت متفق مع الشخص ده على نسبه، قال لك لا انا مش متفق وبتاع ومفيش كده فحصلت مشاكل بينك كلمني قال لي مع ان يعني انا هو يعني حبيبي يعني، بس انا ما اعرفش هو عمل كده ليه. المهم يعني ما علينا يعني تمام. فالشاب دوت قال لي بقول لك ايه، انا عايز الفلوس بتاعتي وبتاع مش عارف ايه. قمت قايل له فلوسي يا حبيبي احنا قلنا نسبه. قال لي لا مفيش كده. ما اعرفش انا سامع حد بيوشوشه حاجه كده، اقول له انت ما بتجيبش اصلا عشان يبقى في نسبه ومش عارف ايه. فدي حاجه ضايقتني قوي تمام. فهو قال لي خلاص عيني التاجز من البيت بتاعتي. قلت له خلاص ماشي سهله، بس احنا متفقين اصلا ان مفيش تاجز هتتشال ماشي. فقال لي لا انت هتشيله مش عارف ايه. قمت قايل له خلاص ماشي. فغالبا بقى دودي كان عايز الستيم بتاعت البيت تمام، عشان اول لما انزل البتاع دوت. طب ما ده رد فعل يشيل. طبيعي. ماشي يعني ما انت واخد تراك ومسربه. لا طب ما هو يحاول يعطلك. قبل ده انا ماشي. دخلت بيه قبل ما يتعشى بيا. فهمت؟ فاهم قصدك. دي حركه ما تضايقكش ان ليه؟ ان انت اخدت تراك وسربت، فهو بيحاول يعطلك. انت فاهم قصدي؟ لا سواء انت الاول او هو الاول. ده قبليه يعني هو ماشي. كان عايز يعني هو عايز يعني يقوم عامل كده معايا بسبب كده انا فاهم هو قصدك. كان انا عايز فاهم انا يقول- فاهم انا فاهم فاهم قصدي انا إيه؟ فاهم اللي انا بتكلم فيه ايه. لو هو ما كانش عمل الحركه دي انت برضو كنت هتاخد تراكاته اللي هي اللي اتسربت ديت وتنزل عليها. لا بس انا عايز افهمك ان دوت دافع خلاني تعمل اعمل ده كده يعني انت رد فعل يعني. طبعا لان هو اصلا بدا هو اللي كده بدأها كده فانت كان بترد عليه. كان هيمسح لي تراك لما ينزل عشان هو عارف ومن جواه ان ده عليهم، بس هو ما كانش عليهم، كان عادي بندب اي حد بيعمل يمكن يعني طيب اللي بيتم دلوقتي ايه؟ اللي بيتم ان انتوا داخلين بيف معاهم. داخلين بيف معاهم وهم مش جايه منهم ايه بقى في رد دايركت. هم بيبعتوا ناس بتتكلم على لسانهم فاهم، وناس فاهم. تكلمني وتتصل بيا مالكش دعوه بيهم وانا وليمبي وبتاع مش عارف ايه وهنعمل وليمبي عايز تخش بيف بتاع معاهم. كتير. انت داخل برضو بيف ده ليهم معاهم. الشرف ان ده يخش معاهم بيف والله اصلا. ولا حد هيعرف يعني فاهم جاي منه. والله العظيم. تعالوا نلعب فاهم. حد جاي منه حد بجد والله، عشان الشباب انا ما بنشوفهمش خالص بجد، لان مش مفهمش حد يتشاف
ثواني بس عايز افهم من الليمبي حاجه، بس ثواني. دلوقتي ال... انت رايك ايه في الدريل اللي انت شايفه اللي بيتم اللي معادي تاون مافيا بتعمله؟ كوبي بيست بالظبط. على النحت. هو كوبي بيست فعلا. الشغل على النحت. لو ما عملتليش الايبي ده بالشكل الفلاني خلصانه، فاهم؟ لازم. هما كده كلهم، ده من زمان. يعني اللي بيحصل ده من فليكس يعني انت شايف؟ مثلا التراك بتاع ماجنوليا، سمعت التراك الاصلي؟ لا انا مش عارف اسمه ايه، بس هو بالظبط نسخه البيت بكله، فاهم؟ لكن الليركس المصري بقى نقاشين. وعوجة البق، الليركس المصري وعوجة البق اللي هو راب الشارع المصري، ايه ده انت كنت عايز تعمله او انت اللي كنت هو عامله؟ اصلا كان بيعمله ليمبي ده، كان يعني بيعمله من اسأل، زمان. بص انت قلت لي مثلا، قلت لي بدايه لون الشارع، في سايكس، في كاريكا. انا خلي بالك يعني الناس دي كلها عارفها ومن زمان. وخلي بالك انا دارت معايا بيف كانت من زمان قوي، كانت من حوالي سكه 4 سنين. دارت مع اللي يعتبر معلم الجثه دي، فاهم؟ كانت كان في التسعتين، فاهم؟ كان في ما بيننا اللي هو تسعات. تشيتوس. فانا من زمان برضو، فاهم؟ في الشغلانه يعني تشيتوس اللي معلم فليكس تقريبا، حاجه زي كده. هو في حد يا اسطى كان بيكتب له باين، هو عنده جوست رايتر عموما يعني، عشان نبقى عارفين كده كده يعني. دي مش مشكله عادي يعني، لا دي دي مشكله قضيه طبعا، تانية. انت كده مش حقيقي يا فاهم، انت كرجوله انت مش حقيقي. بس الشاب ده ليه اللي كان بقى؟ بيكتب له زمان كان كاريكا يعني، فاهم؟ حسب ما انا مش عارف الحوار ممكن ده. نسأل كاريكا فيها يعني هيطلع يقول، فاهم؟ او كده كده يعني. 20 يعرفوا الحوار ده. بيكتبوا له، هو ما بيكتبش لنفسه. قدام ما اعرفش بقى دلوقتي بقى هو اللي بيكتب نفسه ولا ايه، هو كان بس عنده هو مشكلة كده كده هو أصلاً. عنده فلو واحد. هو كان عنده مشكلة فليكس أصلا ساعة تراك عصبي، التشانل بتاعته كلها أصلا اتشالت انا فاكر بعصبي بكله بقى. في اليوتيوب كان متعصب منه. انا فاكر القصه دي، فاكر القصه دي. طيب خلاص احنا كده طبعا بس خلصنا هو يعني. كاركتر عصبي بجد يعني. هو كفليكس يعني هو كاركتر عصبي يعني. عادي ممكن تبقى راكب جنبه يقف يتخانق معاك. لا عادي، أنا مش مجنون. احنا مالناش دعوه، مش كده بنتكلم بيزنس، ان احنا في الاول في الاخر كان في اتفاق بينك وبين الشباب. بالظبط، الاتفاق ما ده تمش ولا أي حاجة اتقفلت ولا مشاكل بس ده ملوش اتقفلت. علاقه بالبيف اللي الشباب ده- داخلها ده مع ملوش طب ربنا علاقة. يوفقك. ويقفل يا ابن الكاميرا. ايه صح صح صح. عايز الكلمه ليه؟ اخر حاجه بس، ان احنا كل اللي احنا قلناه ده ان في الاول في الاخر شباب معادي تاون مافيا بكل اللي فيهم او اي حد اسمه جاب في الحلقه ليه حق الرد. ما يردوا ده ما يردوا. لا انا جاي معاهم بحاجه. انا كمروان يعني عايز انا تقول نفسي حاجة؟ يرد. لا بس كده انا فاهم. انا تمام، انا بس قلت انا عايز خلاص اسمع بتاعت كام رد يوم. بصراحه. بس خلاص انا عندي حاجه المشكله بوجع اقفل عام من الكاميرا كذا حد. بقى يا يوسف.